السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا الغاليين، طلاب أولى ثانوي، حبايب قلبي الجامدين. أهلا بكم يا حبايب قلبي في المراجعة رقم 2، مراجعة ليلة الامتحان، مراجعة الهندسة. طبعا الحمد لله بعد النجاح الكبير اللي احنا عملناه في مراجعة الجبر. أنا لسه شايفك وانت خارج من امتحان الجبر وحساب المثلثات مبسوط وفرحان، وبإذن الله الفرحة والسعادة اللي موجودة عليك دلوقتي واللي حصلت لك بعد خروجك من امتحان بتاع الجبر وحساب المثلثات هتحصل بإذن الله يا بطل في الهندسة لو كملت الفيديو ده للنهاية وركزت في كل كلمة وفي كل حرف بنقوله بإذن الله. يلا بينا نبدأ في المراجعة بتاعتنا، المراجعة القوية جدا اللي شاملة كل أفكار، كل التريكات، كل المستويات. وطبعا انت عارف مراجعات أخوك الباري بتبقى عاملة ازاي، مراجعات الامتحان بيبقى من قلب المراجعات بتاعتنا. يلا يا قلبي يلا بينا نبدأ، ولكن قبل ما نبدأ بقى عايز اقول لك على حاجة كده شخصية بيا، حاجة شخصية ومتعلقة بيا. دلوقتي يا صديقي اخوك الباري عنده حلم وعنده هدف، عايز يخلص الترم ده ويكون عنده على القناة 500 ألف طالب. عايز اوصل ويكون معايا كده على قناة اليوتيوب 500 ألف طالب. بعد اذنك يا صديقي، اخوك الباري طول الترم بيشرح وبينزل مراجعات، بيسندك وبيدعمك، واقف في ظهرك، واقف في جنبك. اي مشكله اي حاجه واقفه معاك بيساندك وبيحل لك مشاكلك كلها. بعد اذنك بقى يا صديقي، زي ما اخوك البقري واقف في ظهرك واقف معاك، خلي الحاجه دي حاجه متبادله. اسند اخوك البقري، اخوك البقري يسندك. يلا بقى انزل دوس لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس. هكون زعلان منك لو انت بتتفرج عليا دلوقتي ومش مشترك في القناه. قشطه يا معلم، قشطه يا معلم. ويلا بينا نبدا مع بعض كده في اول سؤال معانا يا حبايب قلبي في المراجعه. اذا كان المتجه الف عباره عن سالب 3 و4، والمتجه ب عباره عن 2 و1، والمتجه ج عباره عن الف زائد 2 ب، عايزين نطلع المتجه ج. ايه ده يا باشمهندس بعد اذنك؟ انا بقول لك هنا المتجه ج عباره عن الف زائد 2 ب، هقول له كده ج عباره عن المتجه الف زائد المتجه 2 ب. دلوقتي يا حبايب قلبي المتجه ألف ينزل زي ما هو، المتجه ألف عبارة عن سالب 3 و4 زائد 2 ب. المتجه ب تعالى نضربه في 2، ده المتجه ب اضربه في 2، اضرب 2 في 2 يبقى الإجابة ب4، اضرب 2 في 1 يبقى الإجابة بتاعتي ب2. يلا يا باشمهندس بقى نطلع المتجه ج. بعد إذنك يا قلبي، معاك متجهين، لما نيجي نجمع متجهين السين مع السين، الصاد مع الصاد. هنا سالب 3 هنا 4 مجموعهم يبقى 1، هنا 4 هنا 2 مجموعهم يبقى كام؟ 6. فالمتجه ج عبارة عن 1 و6 اللي هو الاختيار رقم ج. بعد كده يا قلبي ندخل على السؤال رقم 2. إذا كان المتجه أ بيوازي المتجه ب، والمتجه أ عبارة عن سالب 4 و3، والمتجه ب عبارة عن 8 وكاف، عايزين نطلع الكاف. أول حاجة يا حبايب قلبي أنت عندك متجهين بيوازوا بعض، بدل متجه بيوازي متجه يبقى ميل الأول بيساوي ميل التاني. أنا دلوقتي يا حبايب قلبي أقدر أجيب ميل المتجه أ. ميل المتجه أ لو أنا عايز أجيب ميل المتجه بيبقى الصاد على السين. الصاد هنا سالب 3، السين هنا سالب 4، سالب 3 على سالب 4 يبقى الإجابة بتاعتي 3 على 4. تعالى يا حبايب قلبي نجيب ميل المتجه ب عبارة عن الصاد على السين. الصاد هنا عبارة عن كاف، السين هنا عبارة عن 8 يبقى كاف على 8. هو بدل المتجهين بيوازوا بعض يبقى الميل قد الميل. الميل هنا 3 على 4 والميل هنا كاف على 8، اقدر اقول له ان الكاف على 8 هتساوي 3 على 4. طبعا يا حبايب قلبي نعمل احلى مقص في الدنيا، كاف ينضرب في 4 الاربعة تنزل في المقام، يفضل التلاتة في 8. طبعا 3 في 8 ب 24، اقسمها على 4 فالناتج ب6. يبقى انا كده طلعت قيمة الكاف ب6 عن طريق ان الميل بيساوي الميل. لازم تاخد بالك من السؤال ده عشان هيجيلك واحدة زيه في الامتحان، مهم جدا جدا جدا. ما دام معاك متجهين بيوازوا بعض يبقى الميل بيساوي الميل. طب بعد كده يا باشمهندس المسألة بتاعتنا اللي جاية، عندي متجه أ عبارة عن 6 و4، معايا متجه ب عبارة عن 2 وم. بدل معاك الألف أقدر أجيب ميل الألف. بعد إذن حضرتك يا باشمهندس لسه قايلين الميل عبارة عن صاد على س، الصاد هنا ب4 السين هنا ب6 يبقى 4 على 6 على الاتنين فيها الاتنين على الاتنين فيها التلاتة. طب أنا معايا المتجه ب، تعال نجيب ميل المتجه ب عبارة عن الصاد على السين. الصاد هنا بميم، السين هنا باتنين يبقى عبارة عن ميم على الاتنين.
دلوقتي يا حبايب قلبي انا معايا متجهين متعامدين، هقول له بما ان المتجه ألف عمودي على المتجه ب، انا معايا متجهان متعامدان، بنستنتج ان ميل الاول في ميل التاني هيساوي -1. ميل الاول 2/3، ميل التاني م على الاتنين هيساوي كام يا باشمهندس؟ -1. الاتنين مع الاتنين يفضل بقى ان انا معايا م على 3 بيساوي -1. طب ما هو -1 ده مقامه كام؟ برافو، -1 مقامه 1. نعمل ايه بقى؟ احلى مقص في الدنيا، اضرب الميم في 1 يا معلم. برافو عليك، شطور، ممتاز، امور. ايوه كده يا قلبي، عايزك تبقى فايق ورايق ومش عايزك تقلق خالص حبيبي. الحمد لله احنا جبنا امتحان الجبر في شوال، ودلوقتي احنا باذن الله بنراجع في ليله الامتحان في مراجعه الهندسه، برضو هنجيب الهندسه في شوال. لا تقلق يا صديقي، يو ار ويز البقري، البقري لديكم لا خوف عليكم. يلا نكمل بقى مع بعض كده. هنا ميم وهنا واحد، اضربهم في بعض يبقى الاجابه بتاعتي بميم. اضرب التلاتة في -1 يبقى الاجابه بتاعتي ب3. يبقى انا كده حبيب قلبي طلعت الميم ب3. دي او دي مسألتين مهمين جدا، لازم بإذن الله واحدة منهم تيجي في الامتحان، سواء المسألة دي او المسألة دي. ندخل على المسألة اللي عليها الدور. طبعا المسألة اللي عليها الدور برضو بنعيد نفس الفكرة، هنحل مسألة كمان عشان نظبط الأداء. طبعا يا حبايب قلبي ده المتجه ألف وده المتجه ب. على السريع بقى تعال نجيب ميل الألف. ميل الألف عبارة عن الصاد على السين، الصاد هنا بكاف، السين هنا ب10. تعال نجيب ميل المتجه ب، صاد على سين، الصاد ب3، السين ب1. ميل الأول هضربه في ميل التاني، الناتج لازم يطلع يساوي -1. الأول بكاف على -10، التاني 3 على 1، الناتج بيساوي -1. طبعا اضرب الكاف في 3 يبقى 3 كاف، -10 في 1 يبقى -10، طبعا بيساوي -1 اللي المقام بتاعه ب1. نعمل ايه؟ أحلى مقص في الدنيا، اضرب 3 كاف في 1 يديني 3 كاف، اضرب -1 في -10 يديني 10. الكاف مضروبة في 3 وانا عايز اطلع قيمة كاف، يبقى لازم اتخلص من 3، وعشان اتخلص من 3 هقسم على 3، هقسم على 3 دي مع دي، يبقى الكاف بتساوي 10 على 3. وبس كده حبيب قلبي يكون طلعت قيمة الكاف. طبعا 10 على 3 بيمثل الاختيار رقم د. المسألة بتاعتنا اللي عليها الدور بتقول إذا كان المستقيمان متعامدان. خلاص بقى هندسة احنا فهمنا الفكرة، بدال معايا مستقيمين متعامدين لازم نعرف أهمية السؤال ده. مستقيمين متعامدين يبقى ميل الأول في ميل التاني بيساوي -1. طبعا أنا معايا معادلة مستقيم فيها السين والصاد في نفس الطرف، لازم تكون عارف إن الميل عبارة عن سالب معامل س على معامل صاد. امتى الكلام ده يا هندسة؟ لو السين والصاد في نفس الطرف. امتى الميل؟ سالب معامل س على معامل صاد، لو السين والصاد في نفس الطرف. بالفعل هنا السين والصاد في نفس الطرف، اخد معامل السين بعكس الاشاره. هنا السين معاملها 3، خده بعكس الاشاره يبقى -3، على معامل صاد بعكس الاشاره، معامل الصاد بسالب 2، خده بعكس الاشاره يبقى موجب. خدت معامل س بعكس الاشاره، اما معامل الصاد بيفضل زي ما هو، -2 تنزل -2. انا بغير اشاره معامل السين فقط، انما معامل الصاد بينزل زي ما هو. طب بعد كده حبيب قلبي ده كده ميل الاول. انا كده معايا ميل الاول عباره عن -3 على -2، السالب مع السالب يبقى الميل ب3 على 2. تعال نجيب ميل التاني، برضو نفس القانون، سالب معامل السين على معامل الصاد، السين معاملها ألف، خدها بعكس الإشارة يبقى -أ على معامل الصاد اللي هو 3، يبقى أنا معايا ميل التاني. طبعا بدل المستقيمان متعامدان يبقى ميل الأول في ميل التاني ب1. الأول ب3 على 2، التاني بأ على 3 بيساوي -1. التلاتة مع التلاتة يفضل أ على 2، طبعا بيساوي -1 اللي المقام بتاعه ب1. نعمل ايه بقى؟ أحلى مقص، اضرب أ في 1 الناتج بتاعي بأ، اضرب 2 في -1 بسالب 2، سالب مع سالب يبقى برافو عليك شطور ممتاز أمور، يبقى الألف قيمتها بتساوي 2. وبس كده صديقي يكون حلينا المسألة وطلعنا قيمة الألف. المسألة بتاعتنا اللي جاية مسألة مهمة جدا، لازم تاخد بالك منها جدا، وبدل قلت لك لازم تاخد بالك منها، اعرف ان المسألة دي بإذن الله تبقى موجودة معاك في قلب الامتحان. هو انت شفت الامتحان؟ مش هرد على السؤال ده. انا دلوقتي معايا المتجه أ عبارة عن -1 و2، المتجه ب عبارة عن 2 و6. عايز اجيب معيار المتجه أ ب. اولا يا صديقي
عشان تجيب معيار اي متجه، معيار اي متجه، لو افترضت ان انا معاه متجه اسمه الف، المتجه ده عايز اجيب معياره جذر تربيعي لمربع الاحداث السيني زائد مربع احداث الصادي. انا ولا معايا احداث سيني ولا معايا احداث الصادي، هتجيب المعيار ازاي؟ فاول حاجه لازم يكون معاك المتجه عشان تجيب معياره. فانا دلوقتي يا صديقي اول حاجه هجيب المتجه ا ب. طبعا كلنا شطار جامدين ممتازين معلمين شطار ممتازين عارفين ان المتجه ا ب عباره عن النهايه ناقص البدايه، عباره عن ب ناقص ا. لو سمحت يا باشمهندس، المتجه ب عباره عن كام؟ عباره عن 2 و6. كلام جميل جدا، كلام محترم. طب المتجه ا عباره عن كام؟ المتجه ا عباره عن -1 و2، -1 و2. طب بعد كده بقى يا باشمهندس هنعمل ايه؟ اشتغل يا حبيبي، معاك متجهين اطرحهم من بعض. هنقول له هنا عباره عن 2، وهنا حبيب قلبي ناقص، وهنا -1. 2 ناقص -1 يعني 2 زائد 1 مجموعهم 3. هنا 6 ناقص 2 يبقى الإجابة بتاعتي ب4. فالمتجه بتاعي كده عبارة عن 3 و4. أنا كده حبيب قلبي المتجه أ ب عبارة عن 3 و4. أنا بقى مش عايز المتجه أ ب، أنا عايز أجيب معياره. طب ما هو معيار المتجه، برافو عليك، عبارة عن جذر تربيعي مربع فرق السينات، مربع السينات زائد مربع الصادات. السين هنا ب3، ربع ال3 3 تربيع، الصاد هنا ب4، ربع ال4 يبقى 4 تربيع. 3 تربيع زائد 4 تربيع الإجابة بتاعتي بتساوي 5. إيه ده هندسة؟ معيار المتجه أ ب بكام؟ معيار المتجه أ ب بيساوي 5. حبيبي بتقول لي عيدها؟ حبيب قلبي أنت في مراجعة ليلة الامتحان، هذا ليس وقت الفهم، هذا يا صديقي وقت البصمجة. بصمج وانت ساكت، مش بهزر. هذا ليس وقت الفهم، هذا وقت البصمجة. الامتحان بكرة، مش فاهم يا حبيبي؟ انت حضرتك طول الترم التاني مقضي اجازات وعمال تروح هنا وهناك وعمال مش راضي تفتح الكتاب، وجاي تقول لي في ليلة الامتحان فهمني المسألة دي. هذا يا صديقي وقت البصمجة، بصمج وانت ساكت. ماشي. المسألة بتاعتنا اللي جاية، بص عشان انا بحبك هاخد مسألة كمان نفس الفكرة بس هنزود عليها حاجة زيادة. انا دلوقتي معايا المتجه ا ب ومعايا المتجه ب ج، عايز معيار الالف ج يا معلم. انا معايا الالف ب ومعايا الب ج، عايز معيار الالف ج. طب بص، عايزين نعمل علاقه ما بين الالف ب والب ج والالف ج. العلاقه بتاعتنا بتقول ان انا لو جيت اجمع الالف ب مع الب ج يا حبيب قلبي هيديني نهايه الاول بدايه التاني، هيديني المتجه ا ج. فانا لو عايز اجيب المتجه ا ج هنجمع الالف ب مع الب ج. طب هو الالف ب عباره عن كام؟ عباره عن -3 و2. طيب الب ج عباره عن كام؟ عباره عن 0 و2. بعد اذنك يا قلبي، متجه زائد متجه يبقى السين مع السين والصاد مع الصاد. السين -3، السين بصفر يبقى -3 و0 -3. هنا 2 وهنا 2 مجموعهم 4، فيبقى المتجه ا ج عبارة عن -3 و4. أنا عايز أجيب معيار المتجه. الله يا هندسة، يا سلام على الجمدان. معيار المتجه جذر تربيعي مربع السين زائد مربع الصاد. انطقيات، السين هنا ب-3، -3 تربيع. الصاد هنا ب4 يبقى 4 تربيع. يلا يا معلم، -3 تربيع الإجابة بتاعتي بكام؟ الإجابة بتاعتي ب9. 4 تربيع ب16، 9 و16 25، جذرها كام؟ 5. يبقى معيار الألف ج بيساوي 5 وحدة طول. طبعا ده بيمثل الاختيار رقم د. مسألة جامدة، مسألة محترمة. السؤال بتاعنا اللي جاي بقول لك عايز تجيب الصورة القطبية للمتجه أ. إيه ده هندسة؟ عايز تجيب صورة قطبية؟ هي الصورة القطبية عبارة عن إيه؟ خدناها قبل كده. الصورة القطبية كانت عبارة عن معيار المتجه والزاوية التي يصنعها المتجه مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. فأنا عشان أجيب صورة قطبية لازم يكون معايا المعيار ولازم يكون معايا الزاوية. أول حاجة تعالى نجيب معيار المتجه. معيار المتجه نجيبه إزاي؟ لسه قايلينه، جذر تربيع مربع السين زائد مربع الصاد. السين هنا بجذر 3، ربع الجذر 3، الصاد هنا ب1، ربع ال1 1، اجمعهم يديني 4 جذرها 2. كده معيار المتجه ب2. فاضل ليا ان انا اجيب السيتا، وقبل ما اجيب السيتا تعالى نحدد الربع. حدد الربع يا باشمهندس بعد اذنك.
السين هنا عبارة عن قيمة موجبة، السين هنا عبارة عن قيمة موجبة. كده نقدر نقول له سيتا تقع في الربع الأول. طب بعد إذن حضرتك عايزين نجيب الزاوية اللي بتقع في الربع الأول. دايما الزاوية اللي بتقع في الربع الأول هي الزاوية الحادة، وأنا عشان أجيب الزاوية الحادة بقول له شيفت تان صاد على السين بدون إشارات. لو كان السين سالب أو الصاد موجب أو مهما كانت الإشارات، دايما باخد السين بالموجب والصاد بالموجب. السين هنا يا باشمهندس بواحد، يبقى شيفت تان واحد. أنا آسف، الصاد هنا بواحد، السين هنا بجذر 3، يبقى 1 على جذر 3. كده الزاوية بتاعتي اللي أنا عايز أجيبها عشان أطلعها هقول له بالآلة حاسبة ظا عليها -1، معناها تضغط شيفت وبعد كده تان 1 على جذر 3. الزاوية بتاعتي ب30. الزاوية اللي الظا بتاعتها ب1 على جذر 3 الزاوية 30. طبعا يا حبيب قلبي بدل الزاوية بتاعتي في الربع الأول بناخد الزاوية الحادة، ولكن لو ما كانتش زاوية في الربع الأول وكانت زاوية مثلا في الربع الثاني كنا بنقول 180 ناقص الحادة. 180 ناقص الحادة لو ربع تاني، ده التاني، ده الأول، ده التالت، ده الرابع. لو هي في التاني 180 ناقص الحادة، لو في التالت 180 زائد الحادة، لو في الرابع بيبقى 360 ناقص الحادة. أما لو في الأول بتبقى عبارة عن الزاوية الحادة نفسها. كلام جميل جدا، كلام محترم. كده احنا طلعنا المعيار ب2 والزاوية ب30. اقدر اقول له المتجه أ عبارة عن المعيار 2 الزاوية 30. كده الصلاة على النبي حل غلط. لازم توضح له ان ال30 دي بتعبر عن زاوية، حط علامة الدرجة، يبقى عبارة عن 2 و30. طبعا مش موجود معاه في الاختيارات، الاتنين تفضل زي ما هي. حول ال30 لدائري تبقى باي على 6. لما احول ال30 لدائري تبقى باي على 6. لو انت مش فاهم ازاي تحول ما بين الدائري والستيني، معايا زاوية بالتقدير الستيني عايز احولها لدائري هضربها في باي على 180. الإجابة هتطلع باي على 6. طبعا باي على 6 بتكافئ 30. فكده يا حبيب قلبي المتجه في الصورة القطبية عبارة عن 2 وكام يا هندسة؟ 2 وكام؟ 32. 2 وباي على 6 اللي هو الاختيار رقم أ. السؤال بتاعنا اللي جه حبيب قلبي برضو نفس الفكرة. طبعا عشان ما نضيعش وقت حضرتك هتبقى الزاوية في الربع الأول. عايز مسألة أعلى مثلا خلاص هيجي لنا مسائل تانية على الصورة القطبية كمان شوية، ما تقلقش. المسألة بتاعتنا اللي جاية بقول لك إذا كان معيار كاف في 3 كاف 3 4 عبارة عن 1، عايزين نطلع قيمة كاف. أول حاجة يا حبيب قلبي إحنا قلنا الكاف اللي هو المجهول بيخرج بره المعيار بالموجب أو السالب، يبقى موجب أو سالب كاف. بعد كده معيار المتجه 3 و4 بيساوي يا باشمهندس 1. طبعا عشان اجيب معيار المتجه يبقى جذر تربيعي لمربع السين. السين هنا ب3، ربع ال3 زائد مربع الصاد بيساوي 1. طبعا ده كله حبايب قلبي مضروب فين بقى؟ مضروب في موجب او سالب كاف. طبعا طلع قيمة ده يبقى الناتج 5. اضرب ال5 في موجب او سالب كاف يبقى موجب او سالب 5 كاف. ده قيمته 5. اضربه في موجب او سالب كاف يبقى موجب او سالب 5 كاف. الناتج بتاعي ب1. طب الكاف دلوقتي مضروبة في موجب او سالب 5، عايز اطلع الكاف لازم نتخلص من موجب او سالب 5 عن طريق ان انا اقسم عليها. هقسم على موجب او سالب 5، ده يطير مع ده يبقى الكاف عبارة عن موجب او سالب 1 على 5. وبس كده حبايب قلبي كنت طلعت قيمة الكاف. المسألة بتاعتنا اللي جاية برضو نفس الكلام. قلت لك المجهول بيخرج بره المعيار بالموجب او السالب، فالكاف تخرج بره موجب او سالب كاف. موجب او سالب كاف تنضرب في 2 يبقى موجب او سالب 2 كاف. بعد كده معيار أ. اما العدد بيخرج بره المعيار دايما بالموجب حتى لو العدد ده كان سالب. العدد بيخرج دايما بالموجب، انما المجهول بيخرج بالموجب والسالب. المسألة دي مهمة جدا، بإذن الله واحدة زيها تبقى موجودة معاك في قلب الامتحان. العدد بيخرج بالموجب انما المجهول بيخرج بالموجب والسالب. يبقى نقول له 12 معيار أ. بعد كده بيساوي موجب او سالب 2 كاف معيار أ. معيار أ يطير مع معيار أ. بقى عندي موجب او سالب 2 كاف بيساوي 12. اتخلص بقى من موجب او سالب 2 اقسم على الموجب او سالب 2 اقسم على موجب او سالب 2. ده يطير مع ده يبقى الكاف عبارة عن موجب او سالب 2 موجب او سالب 12 على 2 6. يبقى الكاف موجب او سالب 6.
الكاف موجب او سالب 6. المسألة بتاعتنا اللي جاية بقول لك اذا كان المتجه أ عبارة عن سالب 7 ب. اولا لو انا قلت لك المتجه أ عبارة عن 7 ب، لو قلت لك ان المتجه أ بيساوي سالب 7 ب، اولا يا حبيب قلبي لما اقول لك أ بيساوي متجه او ج بيساوي متجه او ع بيساوي متجه، اعرف ان المتجه الاول بيوازي التاني، المتجه أ هيوازي المتجه ب. بعد كده ندخل على تاني حاجة، بص على الاشارة اللي هنا، الاشارة اللي هنا العدد ده اشارته موجب يبقى الاتنين في نفس الاتجاه، يبقى أ وب المتجهين في نفس الاتجاه. ليه قلت نفس الاتجاه؟ عشان اشارة العدد ده موجب. طب بعد اذن حضرتك تالت معلومة، بدل أ بيساوي 7 ب اعرف ان معيار الألف قد معيار الب كم مرة؟ 7 مرات. طب تعالى هنا بقى، بدل أ بيساوي سالب 7 ب يبقى نقول له الألف أول حاجة هيوازي الب، تاني حاجة المتجه أ والمتجه ب في عكس الاتجاه. طب ليه قلت عكس الاتجاه؟ عشان إشارة العدد ده سالب، يبقى لو كانت الإشارة موجب يبقى الاتنين في نفس الاتجاه، لو الإشارة سالب يبقى المتجهين في عكس الاتجاه. تالت معلومة بقى، المتجه أ والمتجه ب هيبقى معيار الألف قد معيار الب كم مرة يا باشمهندس؟ 7 مرات. بعد إذن حضرتك الفرق بين ده وده الإشارة فقط، لو الإشارة موجب يبقى في نفس الاتجاه، الإشارة سالب يبقى عكس الاتجاه، بس الأول والتالت زي بعض، هنا الاتنين بيوازوا بعض وهنا الاتنين بيوازوا بعض، وهنا معيار الأول قد معيار التاني 7 مرات، معيار الأول قد معيار التاني 7 مرات. فهنا بقى بيقول لي أ بيساوي سالب 7 ب، هل هما متعامدين؟ غلط. هل هما متوازيين؟ طب لو قال لك في نفس الاتجاه ولا في عكس الاتجاه؟ هقول له في عكس الاتجاه عشان الإشارة سالب. طب واحد يقول لي يا باشمهندس يعني ايه بيوازوا بعض وفي نفس الاتجاه؟ لو انا جيت عملت المتجه أ بالشكل ده، ده كده المتجه أ. طب بعد كده يا باشمهندس ده كده المتجه ب، ده وده بيوازوا بعض والاتنين في نفس الاتجاه. طب ممكن نعمل رسمة توضيحية، ادي المتجه أ هنا اهو، بعد كده ده كده المتجه ب، بص كده الاتنين لهم نفس الاتجاه، انما هنا الاتنين ليهم عكس الاتجاه، واحد في الاتجاه ده والتاني في الاتجاه اللي عكسه. كلام جميل، كلام محترم. بعد كده يا حبايب قلبي بقول لك المتجه س عبارة عن 4 وسالب 2، والمتجه س ص عبارة عن 3 و5. عايزين نطلع ص متجه. اولا يا حبيبي لازم تكون عارف ان المتجه س ص عبارة عن النهاية ص ناقص البداية س بيساوي بقى 3 و5. انا عايز اطلع الصاد، بدل حضرتك عايز تطلع الصاد يبقى لازم تخلي الصاد لوحدها في طرف. طب الكلام ده هيتم ازاي؟ عن طريق ان انا اودي السالب س بعكس الاشاره. فالمتجه صاد هيبقى عباره عن 3 و5 زائد المتجه س، هنا كان بالسالب يروح هناك بالموجب، فالمتجه صاد يفضل زي ما هو اللي هو 3 و5، بعد كده زائد س، السين عباره عن 4 وسالب 2. اجمع بقى متجهين مع بعض، السين مع السين والصاد مع الصاد، السين هنا ب3 السين هنا ب4، اجمع 3 و4 شطور ممتاز امور 7، هنا 5 سالب 2 مجموعهم 3، فالمتجه صاد عبارة عن 7 و3، المتجه صاد عبارة عن 7 و3. المسألة بتاعتنا اللي جاية ودي مسألة تحفة بإذن الله يا شباب، إذا كان المتجه م زائد 3 أ ب عبارة عن 2 ج ب ناقص ب أ، عايزين نثبت إن الميم عبارة عن ج أ. إزاي يا باشمهندس نقدر نثبت الكلام ده؟ عايز تعرف؟ تعال أقول لك يا صديقي، بس عايز أقول لك حاجة. أخوك البقري نزل لك مراجع الجبر وحساب المثلثات، أخوك البقري طول الترم كان بينزل لك حاجات بشكل مجاني على اليوتيوب، يعني بمعنى صح أخوك البقري واقف في جنبك، واقف جنبك بيساندك بيدعمك ومكمل معاك للنهاية لحد باب اللجنة لحد ليلة الامتحان. فأتمنى زي ما يكون زي ما أخوك البقري بيدعمك أنت برضو تدعمه. أخوك البقري عايز يخلص الترم ده يكون على القناة بتاعته 500 ألف مشترك، فعيب عليك يا صديقي لما تكون أنت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي ولا لسه دوست لايك ولا اشتركت في القناة ولا كتبت لنا تعليق جامد تحت. على فكرة انا زعلان منك زعلان منك زعلان منك. زي ما انا واقف معاك قاف انت معايا برضو يا عم كده بقى يا عم. هزعل منك لما دوستش لايك والله دلوقتي،
يلا بقى انزل دوس لايك، انا عارف ان انت جدع وشطور وممتاز امور وبتسمع الكلام، ويا رب يا رب لو دوست لايك دلوقتي الامتحان يبقى بالمراجعه دي وباذن الله تقفله. ويا رب بقى لو ما دوستش لايك دلوقتي الامتحان يبقى صعب عليك، يا رب يا رب يا رب. ما انت مش راضي تدعمني. هتدعمني مش هتدعمني؟ خلاص يا رب يا رب، اي حد قلت الامتحان كان صعب عليه يبقى سهل عليه يا رب. هما الناس دي سمعوا الكلام وداسوا لايك. باي باي يا حبايب قلبي، نكمل بقى مع بعض. اولا انت عايز تخلي المتجه ميم لوحده في طرف، فكل اللي انا هعمله هنعمل ايه؟ هنودي المتجه ده الطرف التاني بعكس الاشاره، فالميم يفضل زي ما هو، 2 ج ب تفضل زي ما هي. طب بعد كده يا حبايب قلبي هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه جميله وحاجه محترمه. شايف سالب ب أ ده؟ ممكن نبدل البدايه والنهايه ونغير الاشاره، بدل ما الاشاره سالب تبقى موجب، وب أ تبقى أ ب. وبعد كده يا باشمهندس 3 أ ب اللي كان هنا بالموجب يروح الطرف التاني بالسالب، يبقى سالب 3 أ ب. بعد كده المتجه م يفضل زي ما هو. هنا يا باشمهندس 2 ج ب. بعد كده هنا موجب أ ب وسالب 3 أ ب، اجمعهم مع بعض يبقى الإجابة بتاعتي عبارة عن سالب 2 أ ب. اجمع ده مع ده يديك سالب 2 أ ب. ازاي؟ ما هو هنا 1 وهنا سالب 3، موجب 1 وسالب 3 يبقى سالب 2. طب بعد كده المتجه م يفضل زي ما هو، 2 ج ب زي ما هي. طب كمل بقى معايا للنهاية بطل كده. بعد إذن حضرتك بعد إذن حضرتك بعد إذن حضرتك، بدل ده مسالب أخليه موجب. بعد كده هنا أ ب يبقى نخليه ب أ. إيه اللي حصل؟ غيرت الإشارة وبدلت البداية والنهاية. هنا 2 هنا 2، أقدر آخد يا حبايب قلبي الاتنين عامل مشترك. لما آخد الاتنين عامل مشترك يفضل الجيم ب زائد الب أ. طب لو سمحت يا باشمهندس الميم يفضل زي ما هو، يفضل هنا 2، بعد كده نهاية الأول بداية التاني، يبقى الإجابة بتاعتي عبارة عن ج أ. على فكرة المسألة دي كان فيها تعديل، المفروض هنا 2، المفروض نحط هنا 2 هنا 2 هنا 2 هنا 2 هنا 2. انت اهم حاجه يا صديقي الفكره تكون وصلت لحضرتك، الاتنين دي تترمى على الاتنين دي، يبقى انا وصلت ان المتجه م عباره عن ج أ وبس كده. الحمد لله يكون حليت المساله دي. المساله بتاعتنا اللي جايه، في اي مثلث س ص ع يكون المتجه س ص زائد المتجه ص ع زائد المتجه ع س. اولا يا صديقي نهايه الاول بدايه الثاني، نهاية التاني بداية التالت، بدأ من عند س انتهى عند س، يعني البداية هي النهاية. بدل نقطة البداية هي نقطة النهاية يبقى الجسم ده ما اتحركش، فالإزاحة بتاعتنا بصفر. أو لما يكون بداية حركة الجسم هي نهاية حركة الجسم، الإجابة بتاعتنا بتبقى المتجه الصفري. طبعا صفر متجه اللي هو الاختيار رقم د. بعد كده يا حبايب قلبي هنكمل مع بعض في المسألة بتاعتنا اللي جاية. بقول لك إن ج د عبارة عن 6 و4 والمتجه ج سالب 1 و3. عايزين نجيب المتجه د. أولا يا معلم الجيم د معناه النهاية ناقص البداية، يعني أنا عندي الدال ناقص الجيم. الإجابة بتاعتي ب6 و4. خلي بالك المسألة دي لسه متكررة معانا من شوية، فعشان كده بإذن الله المسألة دي مهمة جدا وفي قلب الامتحان يا معلم. خد بالك من المسألة دي. ج د عبارة عن د ناقص ج اللي هو 6 و4. طب بعد كده أنا معايا المتجه ج عايز أجيب الدال، بدل حضرتك عايز تجيب الدال يبقى تخلي الدال لوحدها في طرف، فسالب ج يروح بعكس الإشارة يبقى د بيساوي 6 و4. طبعا سالب ج يروح الطرف الثاني بعكس الإشارة موجب ج، فالمتجه د زي ما هو 6 و4 زي ما هي. الجيم يا باشمهندس الجيم عبارة عن كام؟ عبارة عن سالب 1 و3. بعد إذنك يا قلبي هنا السين ب6 هنا السين بسالب 1 اجمعهم ب5، هنا الصاد ب4 هنا الصاد ب3 اجمعهم ب7. يبقى أنا كده في الآخر الحمد لله طلعت المتجه د عبارة عن 5 و7. المسألة بتاعتنا اللي جاية، بص يا معلم خلي بالك من المسألة دي عشان دي مسألة ضرب نار ومسألة مهمة جدا جدا جدا. بقول لك المتجه أ ب ج د عبارة عن شبه منحرف. خلي بالك من المسألة دي، معايا شبه منحرف في الألف د بيوازي الب ج، وعندنا طول الب ج بيساوي 3 على 2 أ د. عايز أثبت إن الألف ج زائد ب د بيساوي 5 على 2 أ د. أولا يا معلم شبه منحرف عبارة عن شكل رباعي بيبقى فيه ضلعين بيوازوا بعض والضلعان الآخران غير متوازيان.
انا دلوقتي يا حبايب قلبي رسمت شبه منحرف. انا عندي الالف د بيوازي الب ج. عايزك تثبت ان الالف ج زائد ب د بيساوي 5 على 2 الف د. بعد اذنك يا قلبي تعالى نشتغل على الالف ج. فين الالف؟ ادي الالف. فين الجيم؟ ادي الجيم. انا عايز اتحرك من الف اوصل لجيم. عشان اتحرك من الف واوصل لجيم دلوقتي يا حبايب قلبي عندي طريقتين. انا بدايه الحركه بتاعتي الف، نهايه الحركه بتاعتي جيم. فكده اقدر اقول ان المتجه الف ج عباره عن ايه؟ عندي اتجاهين. ممكن اتحرك من الف لدال ومن دال لجيم. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الالف ج عباره عن الف دال زائد دال ج. يعني ايه يا باشمهندس؟ حضرتك دلوقتي مثلا لو موجود مثلا نقول مثلا مثال. انا دلوقتي مثلا من منيا القمح. منيا القمح دي في الشرقيه. الشرقيه ده حبيب قلبي لو انا موجود في الشرقيه وعايز اوصل مثلا للقاهره، بدل ما اتحرك من منيا القمح اروح القاهره، ممكن اتحرك من منيا القمح اروح الزقازيق، ومن الزقازيق اروح القاهره. واحد يقول لي مش فاهم قصدك حبيبي. انا دلوقتي هدفي ان انا اتحرك من منيا القمح اروح القاهره. بدل ما اتحرك من منيا القمح للقاهره مفيش مواصله مباشره تتحرك من منيا القمح للقاهره. على فكره هو في، بس انا بديك مثال. هنفترض ان المواصلات بتاعت منيا القمح بايظه، مفيش فيه مواصلات. بدل ما اتحرك من منيا القمح للقاهره هتحرك من المنيا القمح للزقازيق، ومن الزقازيق اتحرك للقاهره. بدايه الحركه بتاعتي كانت منيا القمح، نهايه الحركه بتاعتي كانت القاهره. فخلاصه الكلام انا عايز اتحرك من الف لجيم، مفيش مواصله مباشره من الف لجيم. هتحرك من الف لدال ومن دال لجيم. فكده خلصت الكلام. الالف جيم عباره عن الف دال زائد دال جيم. دي المعلومه رقم 1. طب بعد اذنك يا قلبي امسح الالف جيم اللي انا عملته ده وتعالى ركز في المتجه اللي اسمه ب د. ادي المتجه يا حبيب قلبي اللي اسمه ب د. انا عايز دلوقتي المره دي ابدا حركه من ب اوصل لدال. انا عشان اتحرك من ب اوصل لدال ممكن اتحرك من ب لجيم ومن جيم لدال. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان المتجه ب د عباره عن ايه؟ عباره عن الب ج زائد ايه يا باشمهندس؟ زائد الجيم د. عيد تاني كده، عباره عن الب ج زائد الجيم د. هو هنا المتجه ا ج والمتجه ب د كانوا مجموعين مع بعض. ادي الالف ج وادي الب د. تعال نقول له كده بالجمع. اجمع يا باشمهندس المعادلتين دول مع بعض. هنجمع الالف ج دلوقتي مع الب د. بعد كده يا باشمهندس هنا الف د نجمعه مع الب ج. هل الالف د والب ج ينفعوا يتجمعوا مع بعض؟ لا، ما ينفعوش يتجمعوا مع بعض. بس انا بقول لك ان الب ج عباره عن 3 على 2 الف د. انا ممكن الالف د الاولى دي انزلها، ولكن الب ج دي هشيلها واحط مكانها 3 على 2 الف د. هشيلها واحط مكانها 3 على 2 الف د. بعد كده يا حبايب قلبي هنا ده الجيم وهنا جيم د. بص كده، ده الجيم يعني كده، جيم د يعني كده، ده كده ده الجيم. ادي الدال وادي الجيم، ادي الدال وادي الجيم. ده الجيم وجيم د عباره عن متجهين ليهم نفس المعيار ولكن في اتجاهين مختلفين، في اتجاهين متضادين. لما تجمع متجهين ليهم نفس المعيار ومختلفين في الاتجاه يبقى مجموعهم عبارة عن متجه صفري. نفس المعيار ولكن الاتجاه مختلف يبقى ده يطير مع ده، ده يطير مع ده. متجهين ليهم نفس المعيار ولكن مختلفين في الاتجاه يعني متضادان في الاتجاه يبقى مجموعهم عبارة عن متجه صفري، يطيروا مع بعض. ده بيطير ده. طب بعد كده حبيب قلبي ايه اللي فاضل معايا؟ فاضل معايا ان انا عندي كده فاضل ان انا هنا فاضل الف ج زائد ب د. طب بعد اذنك يا قلبي الالف د ده معامل بتاعه بواحد، وهنا الالف د المعامل بتاعه 3 على 2. 3 على 2 يعني 1.5. 1.5 زائد 1 2.5. طب ما هو ال 2.5 دي عبارة عن 5 على 2. وبعد كده الالف د تنزل. ايه ده؟ انا كده قدرت اثبت ان الالف ج زائد ب د عبارة عن 5 على 2 الف د. وخلي بالك من المسألة دي عشان مهمة جدا جدا، ولازم تكون عارف يا صديقي ان بدل اخوك البقري قال لك ان المسألة دي مهمة يبقى لازم تاخد بالك منها. انا مش بحل معاك اسئلة كده وخلاص. تعال اقول لك على السر.
في مراجعات الامتحان بتاع طلاب الازهر بروح جايب كل امتحانات السنين السابقه ومجمع كل الامتحانات دي قدامي، وكل الاسئله اللي بتتكرر بروح جايبها، وبناء على الاسئله دي عشان هي بتتكرر يبقى اكيد الموجه اللي هيحط ليك الامتحان هيختار من الاسئله دي. فده السر بكل بساطه. يعني انا مش ساحر، انا مش عبقري ولا الكلام ده كله، انا بس كل اللي انا بعمله بجتهد، بسعى، ربنا بيكرمني، ربنا بيوفقني. نتعلم من كده ايه؟ ان انت برضو لازم تسعى وتجتهد فربنا هيكرمك. انت خايف من نتيجة امتحان بكرة؟ اوعى تخاف، مش عشان انا بحل معاك دلوقتي، لا، حتى انت لو ما اتفرجتش على المراجعة دي اوعى تخاف. طول ما انت كنت بتتعب وبتجتهد وبتعمل اللي عليك، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيزعلك، ربنا هيكرمك ويخليك تجيب الدرجة اللي نفسك فيها واكتر كمان. دلوقتي يا حبايب قلبي ندخل في المسألة بتاعتنا اللي جاية. المسألة دي اختها برضو بس بفكرة مختلفة. انا بقول لك ان انا عندي ا ب ج د عبارة عن متوازي اضلاع، عندنا اله عبارة عن منتصف ب ج. عايز اثبت ان الالف ب زائد الالف د زائد د ج عبارة عن 2 ا ه. اول حاجة يا حبايب قلبي تعال نرسم متوازي اضلاع. متوازي الاضلاع بتاعي اسمه ا ب ج د. طبعا يا حبايب قلبي بقول ان اله عبارة عن منتصف ب ج. ماشي. في المسألة الجميلة دي بقول عايزين نثبت ان الالف ب زائد الف د زائد د ج بيساوي 2 ا ه. طبعا يا حبيب قلبي بدل دي مسألة اثبات يبقى انا بشتغل على الطرف الايمن والطرف الايسر. الطرف الايمن بيقول ايه؟ الطرف الايمن يا عم الحاج عبارة عن الف ب زائد الف د زائد د ج. لو حضرتك جيت تركز على المتجه الثاني والمتجه الثالث هتلاقي ان نهاية الثاني هو بداية الثالث. طبعا شرط الجمع موجود، نهاية الاولاني بداية الثاني يبقى نجمعهم مع بعض، فالالف بيفضل زي ما هو. بعد كده الف د زائد د ج يبقى الاجابه بتاعتي عباره عن الف ج. طب دلوقتي يا باشمهندس انا بقول لك المتجه الف ب زائد المتجه الف ج، عد تاني كده، المتجه الف ب، المتجه الف ب، احنا كده وصلنا لحاجه غلط ولا ايه؟ احنا بنقول المتجه الف ب، ادي المتجه الف ب وادي المتجه الف ج، دول عباره عن ضلعين في مثلث. مجموع المتجهين اللي بيمثلوا ضلعين في مثلث وليهم نفس البدايه يديك ضعف المتوسط، هيديك يا باشمهندس ضعف المتوسط، فالاجابه بتاعتي تبقى عباره عن 2 ا ه. طبعا الكلام ده قلناه كتير، قاعده المتوسط ا ب زائد ا ج يديك ضعف المتوسط. طب هو ليه الالف ه متوسط؟ ما هو يا حبيب قلبي اله عباره عن منتصف ب ج، وصلت الالف باله يبقى الالف عباره عن متوسط، فالمتجه ا ب زائد المتجه ا ج يديني 2 ا ه وبس كده. الحمد لله يكون خلصنا المساله دي. هقول له بيساوي الايسر وهو المطلوب ايه؟ اثباته. ندخل على المساله بتاعتنا اللي جايه. انا دلوقتي بقول ان المتجه ا ب بيساوي المتجه ج د. عندنا الالف ب عباره عن 5 وسالب 11، عندنا الجيم بسالب 1 و8، عايزين نجيب د. اول حاجه انت بتقول لي ان الالف ب عباره عن ج د، انا معايا الالف ب عباره عن 5 وسالب 11. طب انا ولا معايا الجيم ولا معايا الدال، لا ركز كده، انا معايا الجيم بس هو عايز الدال. طب ما هو المتجه ج د اصله النهايه ناقص البدايه، اصله عباره عن ايه؟ عباره عن د ناقص ج. انا عايز اجيب يا باشمهندس الدال، هنودي السالب ج دي بعكس الاشاره، فالسالب ج تروح الطرف الثاني موجب ج، يبقى دلوقتي الخمسة والسالب 11 زي ما هي، سالب ج تيجي الطرف ده موجب ج، طبعا ده كله بيساوي الدال. بعد اذنك يا قلبي الخمسة وال11 السالب، الخمسة والسالب 11 زي ما هي. المتجه ج عبارة عن ايه؟ عبارة عن سالب 1 و8، طبعا ده عبارة عن المتجه يا باشمهندس د. طبعا اجمع السين مع السين، هنا معلم 5 هنا معلم سالب 1، اجمعهم يا باشا مع بعض كده الاجابه بتاعتي ب4. هنا صديقي سالب 11 هنا صديقي 8، اجمعهم مع بعض كده سالب 3. ايه ده ايه ده ايه ده؟ برافو عليك، شطور، ممتاز، امور. طبعا يا حبيب قلبي كده طلعت المتجه د عباره عن 4 وسالب 3، 4 وسالب 3. الحمد لله كده خلصنا الوحدة الأولى في الهندسة. بإذن الله نبدأ ندخل على الوحدة الثانية في الهندسة. المسألة بتاعتنا اللي جاية في أول درس معانا في الوحدة الثانية، الدرس أول درس معانا عنوانه التقسيم. طبعا درس جميل جدا، درس محترم. معايا نقطة أ عبارة عن 2 و3، معايا نقطة ب عبارة عن 5 و6،
عايزين نجيب إحداث النقطة ج التي تقسم الألف ب بنسبة كام يا هندسة؟ 1/2. أولا يا صديقي، النقطة الأولى عبارة عن ألف، طبعا نحط السين ونحط الصاد بتاع ألف. نقطة ألف السين بتاعتها ب2، الصاد بتاعتها ب3. النقطة التانية نقطة ب، السين بتاعتها ب5، الصاد بتاعتها ب6. طبعا نسبة التقسيم بتاعتنا كام يا باشمهندس؟ 1/2. طبعا قال لك من الخارج يبقى هنطرح، قال لك من الخارج يبقى هنطرح، قال لك من الخارج يبقى هنطرح. طبعا النقطة الأولى كانت ألف، النقطة التانية عبارة عن ب. تعال نجيب السين يا باشمهندس. عشان نجيب السين هنعمل ايه يا باشمهندس؟ نطرح فوق ونطرح تحت. هنا 1 هنا 2، يبقى حط ال1 حط ال2. بعد كده نعمل مقص بالشكل ده، 1 في 5 يبقى 5، 2 في 2 يبقى الإجابة ب4. طبعا يا حبيب قلبي 5 ناقص 4 يبقى الإجابة ب1. 1 ناقص 2 برافو عليك الناتج -1. 1 على -1 الناتج ب1. بعد إذنك يا قلبي وحد الواحد. يلا يا قلبي كده وحد الواحد. خلصنا كده وجبنا السين. تعال نجيب الصاد. نطرح فوق ونطرح تحت. يلا يا قلبي، هنا 1 هنا 2 حطهم في المقام. اضرب 1 في 6 يديك 6، اضرب 2 في 3 يديك 6. 6 ناقص 6 0. 1 ناقص 2 -1. 0 على اي حاجه الإجابة بتاعتي ب0. ايه ده؟ انا طلعت السين طلعت الصاد. اقدر اقول له بقى ان انا كده جبت نقطة ج. نقطة ج عبارة عن ايه؟ السين ب-1، الصاد بكام يا معلم؟ الصاد ب0. وبس كده حبيب قلبي، انا كده جبت النقطة ج. خلي بالك عشان قال لي تقسيم من الخارج، الاشارة دي كانت سالب. انما لو كان من الداخل بدل ما نطرح كنا هنجمع. المسألة بتاعتنا اللي جاية دلوقتي يا حبيب قلبي بقول لكم عايز اجيب احداث النقطة ج التي تقسم أ ب من الداخل، يبقى هنجمع بنسبة 2/5. أولا يا صديقي بعد إذن حضرتك، البداية بتاعتنا أ، النهاية بتاعتنا ب. حط السين حط الصاد. نقطة أ عبارة عن 3 - 2، نقطة ب عبارة عن -1 و5. نسبة التقسيم بتاعتي 2/5. بعد إذن حضرتك داخل يبقى هنجمع. تعال نجيب السين تعال نجيب الصاد. نجمع فوق نجمع تحت. هنا 2 هنا 5 حطهم في المقام. اعمل مقص يا معلم. 2 في -1 -2. بعد كده 5 في 3 الناتج ب15. -2 و15 اجمعهم يبقى الإجابة ب13. 2 زائد 5 يبقى الناتج بتاعي بكام يا معلم؟ الناتج بتاعي بكام يا معلم؟ يبقى الناتج بتاعي بيساوي 7. يبقى السين عبارة عن 13 على 7. تعال نجيب الصاد. بعد إذنك يا قلبي نجمع فوق نجمع تحت. هنا 2 هنا 5 حطهم جنب بعض. 2 في 5 الناتج 10. 5 في -2 يبقى الناتج ب-10. طبعا 10 و-10 مجموعهم 0. 0 على أي حاجة الناتج ب0. كده أقدر أقول له إن أنا طلعت إحداث النقطة التي اسمها ج التي تقسم الألف ب. يبقى 13 على 7 و0. بس كده هندسة؟ بس كده. المسألة بتاعتنا اللي جاية، أوجد إحداث النقطة ج التي تقسم أ ب من الداخل بنسبة 1/2. أولا يا معلم البداية أ، النهاية ب. حط السين حط الصاد. نقطة أ السين بتاعتها ب1، الصاد بتاعتها ب2. نقطة ب السين ب4، الصاد ب5. نسبة التقسيم بتاعتي 1/2. قال لك داخل يبقى هجمع، داخل هجمع، خارج هطرح. داخل هجمع، داخل هجمع، داخل هجمع، خارج هطرح. تعال نجيب له السين يا باشمهندس. نجمع فوق نجمع تحت، نجمع فوق نجمع تحت. يلا يا صديقي، هنا 1 هنا 2 حطهم في المقام. اعمل كده يديك 4، اعمل كده يديك 2. اعمل بقى لايك كده اعمل لايك كده يا باشمهندس بقى هتديك الامتحان. بص كده، هتعمل كده يديك 4، تعمل كده يديك 2. اعمل بقى كده 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 على الفيديو تحت كده هيديك تسريب الامتحان. وباذن الله انا دعيت من شويه قلت يا رب اي حد يدوس لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس، يا رب الامتحان يبقى سهل عليه والامتحان يبقى من المراجعه بتاعتي ويبقى خارج مبسوط. لو لسه ما دوستش لايك هكون زعلان منك قوي، مش هشوفني السنه الجايه. الا لو دوست لايك هكون معاك السنه الجايه.
بعد كده يا باشمهندس نقول له بقى 4 و2 مجموعهم كام بقى هندسه؟ 4 و2 مجموعهم 6، 1 و2 مجموعهم كام؟ 1 في مخنا 2 على ايدينا، يبقى الاجابه بتاعتي بكام؟ 3. مش بهزر على بهزر 6 على 3 الناتج ب2. بعد كده يا باشمهندس الصاد. بعد كده يا باشمهندس نجمع فوق نجمع تحت، هنا 1 هنا 2، بعد كده 5، بعد كده 4. طبعا يا حبيب قلبي 5 و4 مجموعهم 9 على 1 زائد 2 مجموعهم 3، 9 على 3 الناتج ب3. كده انا جبت السين والصاد، يبقى انا كده جبت النقطة ج، السين فيها ب2 الصاد ب3. وبس كده حبيب قلبي، الحمد لله رب العالمين، يكون حليت المسألة الجميلة التحفة قدام حضراتكم. ندخل على المسألة بتاعتنا اللي جاية. المسألة بتاعتنا اللي جاية بتقول يا باشمهندس، المسألة بتاعتنا اللي جاية سهلة جدا 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 جدا. بقول لك أنا معايا الألف ب عبارة عن 3 و4، والألف عبارة عن -2 و5. عايزين نطلع النقطة ج التي تقسم الألف ب بنسبة كام؟ 3/2. خلي بالك المسألة دي فيها خداع كبير. أنت معاك نقطة ألف بس مش معاك نقطة ب، أنت معاك الألف ب. أول حاجة يا صديقي، الألف ب عبارة عن ب ناقص ألف، النهاية ناقص البداية، عبارة عن 3 و4. خلي بالك عشان دي خداع، المسألة دي طرش ما بتهزرش، مهمة جدا 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 جدا. الألف ب يعني ب ناقص ألف عبارة عن 3 و4. أنا عايز أجيب الب وأدي سالب ألف بعكس الإشارة، يبقى المتجه ب عبارة عن 3 و4 زائد المتجه ألف. طبعا 3 و4 يا معلم زي ما هو، المتجه ألف عبارة عن -2 و5. طبعا الب تبقى عبارة عن إيه؟ اجمع السين مع السين، هنا 3 وهنا -2 مجموعهم بواحد، هنا 4 هنا 5 مجموعهم ب9. ايه ده؟ الحمد لله طلعت المتجه أ ب. وانا كده يعتبر خدت بالي من التركايه اللي كانت موجوده في الامتحان. نكمل بقى مع بعض يا حبايب قلبي ونطلع النقطه بتاعتنا. احنا قلنا ج تقسم الالف ب، البدايه الف، نقطه الف هنكتبها، نكتب السين نكتب الصاد. نقطه الف فيها السين بسالب 2، الصاد ب5. نقطه ب السين فيها بواحد، الصاد فيها بكام يا هندسة؟ الصاد فيها ب9. نسبة التقسيم بتاعتي 3/2، تقسيم من الخارج يبقى أنا هطرح، خارج يبقى أنا هطرح، خارج يبقى أنا هطرح. بعد إذنك يا قلبي س صاد، نطرح فوق نطرح تحت، نطرح فوق نطرح تحت. هنا 3/2 حط 3/2 حط 3/2. تعال نشتغل على السين كده يا معلم. أوبا كده 3، أوبا كده -4. كلام جميل. طبعا يا معلم 3 ناقص -4، 3 زائد 4 انت قياض، الإجابة بتاعتي 7. 3 ناقص 2 1، 7 على الواحد الإجابة ب7. يلا يا معلم تعال نجيب الصاد. كده يا معلم 3 في 9 ب27، 2 في 5 الإجابة بتاعتي ب10، 27 ناقص 10 الإجابة ب17، 17 على 3 ناقص 2 الإجابة ب1، 17 على 1 الناتج بتاعي بكام يا هندسة؟ ب17. اقدر اقول له في الاخر النقطة ج عبارة عن 7 و17. بس كده يا هندسة؟ يا صديقي بس كده، والله الموضوع سهل وبسيط جدا. الفكرة دي كانت مسألة وخدنا زيها من شوية، ودي برضو كانت مسألة وخدنا زيها من شوية. حطينا مسألتين في مسألة واحدة، ايه اللي فيها يا عم؟ فيها حاجة دي؟ طبعا ما فيش فيها حاجة يا قلبي. نكمل بقى مع بعض وندخل على المسألة بتاعتنا اللي جاية. بقول لك أ ب ج عبارة عن مثلث وميم نقطة تلاقي المتوسطات. النقطة أ عبارة عن 0 و8، النقطة ب 3 و2، النقطة ج -3 و5. نقطة تلاقي المتوسطات عبارة عن مجموع السينات على 3 ومجموع الصادات على 3. هنقول له الميم عبارة عن يا معلم مجموع السينات على 3 مجموع الصادات على 3. يلا يا صديقي، هنا 0 يا معلم، هنا 3 يا معلم، هنا -3 يا معلم. اجمع 0 مع 3 الإجابة ب3 يا معلم، 3 وسالب 3 الإجابة ب0 يا معلم. اجمع الصادات، هنا يا معلم 8 هنا 2 مجموعهم 10، 10 مع ال5 يبقى 15، 15 على 3. طبعا يا صديقي 0 على 3 الإجابة ب0، 15 على 3 الناتج ب5. يبقى النقطة م عبارة عن 0 و5، طبعا بيمثل الاختيار الأول. السؤال بتاعي اللي جاي، عندنا النقطة أ عبارة عن -3 و4، والنقطة ب عبارة عن 6 وسالب 8. عايزين بقى النسبة اللي بيقسم بيها محور السينات المتجه أ ب. بص كده، النسبة التي
يقسم بها محور السينات ألف ب. اكتب القانون ده عندك عشان قانون مهم جدا جدا جدا. عبارة عن ايه يا باشمهندس؟ عبارة عن سالب، بدل هنا سينات يبقى صاد على صاد. البداية هنا ألف، حط الألف. النهاية ب، يبقى حط الب. يبقى الإجابة بتاعتي عبارة عن سالب صاد ألف على صاد ب. صاد نقطة ألف عبارة عن إيه؟ نقطة ألف الصاد فيها بأربعة، يبقى نقول له سالب بعد كده بعد كده شرط الكسر. الصاد هنا بأربعة. طب صاد نقطة ب بكام يا باشمهندس؟ سالب 8. طبعا السالب ده يطير مع السالب ده، 4 على 8، يبقى الإجابة بتاعتي نص. يبقى نسبة التقسيم بتساوي نص، نسبة التقسيم بتساوي نص. ولكن لو قلنا محور الصادات، لو أنا جيت قلت محور الصادات يقسم الألف ب، هنقول له بعد إذنك سالب بعد كده شرط الكسر، عشان هنا صادات يبقى س على س. البداية ألف، النهاية ب، يبقى سالب س ألف على س ب. وبس كده حبايب قلبي يكون حليت المسألة الجميلة التحفة دي. ندخل على المسألة بتاعتنا اللي جاية. النسبة التي يقسم بها محور السينات القطعة ألف ب. طبعا يا حبايب قلبي بدل قلنا سينات يبقى سالب صاد على صاد. البداية ألف، النهاية ب. صاد نقطة ألف عبارة عن كام؟ نقطة ألف الصاد فيها بسالب 3. نقطة ب الصاد فيها بكام؟ ب5. سالب ينضرب في سالب يتحول لموجب، يبقى الإجابة بتاعتي 3 على 5. الناتج الأخير قيمة موجبة يبقى التقسيم من الداخل، ولكن لو كان قيمة سالبة يبقى التقسيم من الخارج. لو كان النسبة بتاعتي اللي طلعت قيمة موجبة يبقى التقسيم من الخارج. لو كانت أنا آسف موجبة يبقى من الداخل، موجبة يبقى من الداخل، سالبة يبقى من الخارج. المسألة بتاعتنا اللي جاية. أوجد الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطتين 2 وسالب 3 و5 و1. أولا يا صديقي لازم تكون عارف إن معادلة الخط المستقيم ليها 3 صور. الصورة الأولى عبارة عن الصورة المتجهة. الصورة الثانية يا معلم عبارة عن البارامترية، الله ينور عليك. الصورة الثالثة اللي هي اسمها الكارتيزية، اللي الناس بتسميها الإحداثية. البارامترية في ناس بتسميها الوسطية، والكارتيزية في ناس بتسميها الإحداثية. أنا عندي كام معادلة دلوقتي؟ 3. عشان تجيب ال3 معادلات لازم يكون معاك حاجتين. لازم يكون معاك نقطة وميل، ولو انت معاك الميل تقدر تجيب متجه الاتجاه. عيد تاني كده. عشان تجيب ال3 معادلات لازم يكون معاك نقطة وميل، ولو انت معاك الميل تقدر تجيب متجه الاتجاه. اول حاجة تعال ندور على نقطة. بسم الله ما شاء الله، انا عندي نقطة اولى وعندي نقطة تانية، خير ربنا كتير، انا معايا نقطتين مش نقطة واحدة، فالنقطة موجودة. هل انا معايا الميل؟ حبيبي انت معاك نقطتين، عشان اجيب الميل يبقى فرق الصادات على فرق السينات. هقول له دلوقتي بداية الحل بتاعتي الميل فرق الصادات على فرق السينات. النقطة دي فيها الصاد بسالب 3، السين ب2. النقطة دي فيها الصاد ب1، السين ب5. سالب 3 وسالب 1، شطور ممتاز أمور، الإجابة بسالب 4. 2 ناقص 5 يا معلم، برافو، الناتج سالب 3. ده مع ده الناتج 4 على 3. أنا جبت الميل ب4 على 3. إيه ده؟ أقدر أجيب متجه الاتجاه. على فكرة الميل بيبقى عبارة عن الصاد على السين، يعني السين ب3 والصاد ب4. معايا متجه اتجاه، معايا ميل، معايا نقطتين. تعال اول حاجه كده نبدا بالمعادله المتجهه. المعادله المتجهه فاكرها؟ المعادله المتجهه ر بتساوي ق زائد ك ي. طبعا ر زي ما هي، القاف دي عباره عن نقطه، خير ربنا كتير، اختار نقطه من الاتنين دول. هختار الاولى. الاولى ب2 وسالب 3 زائد ك متجه الاتجاه، لسه مطلع متجه الاتجاه ب3 و4. بعد اذنك يا معلم المعادله اللي انا جبتها دي المعادله المتجهه. تعالى كمل معايا. عشان نجيب البارامتريه هنقول له السين يا معلم، س بتساوي هنا 2 هنا 3 اضربها في ك يبقى 3 ك. عشان نجيب الصاد عينك على الصاد، هنا سالب 3 وهنا 4 اضربها في ك يبقى 4 ك. اللي انا جبته ده هندسه كده تعتبر يا باشمهندس البارامتريه اللي هي اسمها الوسطيه. اخر حاجه بقى معانا بنقول له اللي هي الاحداثيه اللي هي الكارتيزيه، بنقول له بقى ايه؟
صاد ناقص الاحداث الصادي على س ناقص الاحداث السيني النقطة بيساوي الميل. بعد اذنك يا قلبي النقطة اللي معايا الصاد فيها بسالب 3 يبقى صاد ناقص سالب 3، السين فيها ب2 يبقى س ناقص 2، طبعا بيساوي الميل. الميل يا معلم بيساوي كام؟ 4 على 3. نعمل ايه بقى؟ صاد ناقص سالب 3 يبقى صاد زائد 3، اضربها في 3، 3 في صاد يبقى 3 صاد، 3 في 3 يبقى الناتج ب9، 4 في س يبقى 4 س، 4 في سالب 2 يبقى بسالب 8. اعمل ايه بقى هندسه؟ ودي ده بعكس الاشاره ورجع ده بعكس الاشاره. 3 صاد ناقص 4 س بيساوي سالب 8 ناقص 9. ولا اقول لك عادي دخل السالب، هنعمل ايه؟ هندخل السالب 8 بعكس الاشاره عادي، نخلي كل الحدود في الطرف الاول. فالموجب 9 زي ما هو، موجب 9 زي ما هو، السالب 8 تيجي بعكس الاشاره تبقى موجب 8. فانا وصلت ان 3 صاد ناقص 4 س اجمع 9 مع 8 يبقى الناتج بتاعي معلم ب 17. يبقى المعادله الاحداثيه بتقول 3 صاد ناقص 4 س زائد 17. يبقى دي المعادله بتاعتي يا باشمهندس، ودي المعادله الثالثه. وبس كده الحمد لله رب العالمين، كده يكون جبت الصور المختلفه لمعادله الخط المستقيم. مسألة جميلة جدا 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 جدا. ندخل على المسألة بتاعتنا اللي جاية، دي المعادلة المتجهة البارامترية الإحداثية. ندخل على المسألة بتاعتنا اللي جاية، معادلة المستقيم المار بالنقطة 3 وسالب 5 وعمودي على المستقيم ده. طبعا عشان نجيب بدل هو عمودي على المستقيم ده، تعالى نجيب ميل ده. هنقول له ميل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن السين والصاد في نفس الطرف، يبقى سالب معامل السين على معامل الصاد. لسه قايل القانون ده من شوية، باخد معامل السين بعكس الإشارة. السين معامله 1 اخده بعكس الإشارة يبقى سالب 1 على معامل الصاد 3، فالميل سالب 1 على 3. دلوقتي يا حبايب قلبي وانا بصور الكاميرا فصلت، واحد يقول لي هو يا باشمهندس مش المفروض معاك تيم؟ حبيبي الكاميرا اللي احنا بنصور بيها مدة الفيديو الواحد بيبقى نص ساعة. ساعات مثلا واحنا بنصور ننسى ان نص ساعة عدت فالكاميرا تفصل لوحدها. فالمهم ان انا في المسألة دي جبت الميل، المستقيم ده ميله طلع بسالب 1 على 3. طبعا المستقيم اللي انا عايز اجيبه عمودي على ده، فميل ده بسالب 1 على 3. لما يكون معاك مستقيمين متعامدين وعايز تجيب ميل التاني، انت معاك ميل واحد وعايز تجيب ميل التاني، بتشقلب وتعكس الاشارة. سالب 1 على 3 ده سالب يبقى ده موجب، 1 على 3 يبقى 3 على 1 اللي هو كام؟ 3. معايا النقطة ومعايا الميل، اطبق بقى المعادلة واجيب المعادلة بتاعتنا اللي هي الاحداثية، اللي هو صاد ناقص الاحداث الصادي على س ناقص الاحداث السيني بيساوي الميل، اللي هو ايه بقى؟ الصاد على س. عملت مقص وخليت كل الحدود في الطرف الاول، يبقى انا كده حليت الايه؟ المسألة. طبعا لو انت مش فاهم في مسألة كمان نفس الفكرة دي اختها بالظبط. اوجد معادلة الكارتيزية اللي هي المعادلة الاحداثية للمستقيم الذي يمر بالنقطة. مستقيم بيمر بالنقطة دي ويوازي المستقيم ده، نفس الكلام بس هنا المرة دي بيوازي، انما هناك كان عمودي. اولا يا حبيب قلبي المستقيم ده تعالى نجيب ميله. طبعا يا حبيب قلبي الميل عبارة عن سالب معامل السين على معامل الصاد. السين هنا معامله 1 خده بعكس الاشارة سالب 1، الصاد معاملها 2 يبقى سالب 1 على 2. يبقى كده الميل المستقيم الموازي سالب 1 على 2. هنقول له كده المستقيم المطلوب. المستقيم المطلوب معادلته بيمر بيمر بأني نقطة 3 وسالب 4. طب بعد كده يا باشمهندس عايزين نجيب الميل بتاعه. حبيبي المستقيم اللي انا عايز اجيبه بيوازي ده، تاني كده بيوازي ده مستقيمان متوازيان، برافو عليك. يبقى ميل الاول قد ميل التاني. لو انا معايا مستقيمان متوازيان يبقى ميل الاول قد ميل التاني. طبعا يا حبايب قلبي كل اللي انا اعمله في المساله الجميله المحترمه دي، هقول له في المساله الجميله دي ايه؟ هنقول له الميل هنا سالب 1 على 2، الميل هنا سالب 1 على 2، هيبقى الميل هنا برضو سالب 1 على 2 اللي هو سالب نص. تعالى بقى نجيب المعادله. صاد ناقص الاحداث الصادي هنا سالب 4 على س ناقص الاحداث السيني اللي هو كام بقى يا باشمهندس؟ 3. يبقى س ناقص 3 بيساوي الميل اللي هو سالب نص. اعمل ايه بقى؟ احلى مقص في الدنيا. يلا يا باشا اعمل مقص. 2 في صاد يبقى 2 صاد، 2 في سالب لا يبقى 2 هنا سالب وراه سالب يتحول لموجب، 2 في 4 ب8. بعد كده سالب 1 في س بسالب س، سالب 1 في سالب 3 يبقى موجب 3. طبعا هنا حدين وهنا حدين، خلي كل الحدود في الطرف الاول. سالب س ترجع موجب 3 ترجع،
ف2 ص ناقص س، لا سالب س ترجع موجب س، موجب 3 تبقى سالب 3 مع ال8 يبقى موجب 5. يبقى دي كده معادلة المستقيم يا حبايب قلبي. ندخل على المسألة بتاعتنا اللي جاية. أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستقيم المار بنقطة سالب 1 سالب 2 1 ودي الميل. طبعا بدل معاك الميل نقدر نجيب متجه الاتجاه. هنا يا حبايب قلبي الصاد بسالب 4، السين ب5. أول حاجة تعالى نجيب الصورة المتجهة اللي هي عبارة عن ر بتساوي ق زائد ك ي. بعد إذنك يا قلبي الر تفضل زي ما هي، القاف دي عبارة عن النقطة، والنقطة اللي معايا سالب 2 و1. بعد كده زائد ك في متجه الاتجاه، متجه الاتجاه عبارة عن 5 وسالب 4. دي كده المعادلة المتجهة. تعال نجيب المعادلة البارامترية. هنقول له الس بتساوي هنا سالب 2، 5 في ك يبقى 5 ك. هنقول له ص بتساوي هنا 1، سالب 4 في ك يبقى سالب 4 ك. دي كده المعادله البارامتريه اللي هي اسمها الوسطيه. طب بعد كده اخر معادله بقى اللي هي المتجهه اللي احنا لسه جايبين مسالتين زيهم. هنقول له بقى لسه حالين دي واللي قبلها. هنقول له المعادله المتجهه، المتجهه جبناها، البارامتريه جبناها. هنجيب له بقى المعادله الكارتيزيه. ص ناقص الاحداث الصادي على س ناقص الاحداث السيني سالب 2 بيساوي الميل سالب 4 على 5. طبعا سالب ورا سالب برافو عليك اتحول لموجب. يلا بقى هندسه اعمل مقص. 5 في ص 5 في ص، 5 في سالب 1 سالب 5، سالب 4 في س سالب 4 س، سالب 4 في موجب 2 بسالب 8. خلي كل الحدود في الطرف الاول. 5 ص زي ما هي، سالب 4 س ترجع تبقى موجب 4 س، سالب 5 تفضل زي ما هي، سالب 8 ترجع يبقى موجب 8. هندسه 5 ص زائد 4 س زي ما هي، اجمع دول يديك يا معلم موجب 3. يبقى المعادله بتاعتي 5 ص زائد 4 س زائد 3. يبقى انا كده جبت المعادله بتاعتي اللي هو عايزها. دي متجهه، دي بارامتريه، دي بقى الكارتيزيه. المساله بتاعتنا اللي جايه متجه اتجاه المستقيم. طبعا يا حبيب قلبي المعادله اللي معايا دي عباره عن معادله بارامتريه. عايزين من المعادله دي نجيب نقطه ونجيب متجه الاتجاه. اول حاجه تعالى نجيب متجه الاتجاه. متجه الاتجاه بيكون عباره عن زوج مرتب. طبعا الزوج مرتب بيبقى فيه س وصاد. لو انت عايز تجيب السين عينك على المعادله اللي فيها س خد معامل الكاف يبقى 5. عايز تجيب الصاد عينك على المعادله اللي فيها صاد وخد معامل الكاف اللي هو سالب 4. ده كده متجه الاتجاه. طب لو انت عايز تجيب النقطه اللي المستقيم بيمر بيها، الرقم ده 4 والرقم ده 5، يبقى النقطة بتاعتي 4 و5. هو عايز بقى متجه الاتجاه يبقى 5 وسالب 4، لو عايز نقطة يبقى 4 و5. المسألة بتاعتنا اللي جاية معادلة المستقيم المار بنقطة تقاطع المستقيمين. ده كده حبيب قلبي المستقيم الأول، وده كده المستقيم التاني. أولا احنا دلوقتي معانا مستقيمين. لو جيت افترضت ان المستقيم الأول بالشكل ده والمستقيم التاني بالشكل ده، دلوقتي يا حبيب قلبي انا معايا مستقيمين اتقطعوا مع بعض في النقطة دي. انا عايز اجيب النقطة. طبعا احنا خدنا الكلام ده في ثالثه اعدادي الترم الثاني اول درس في الجبر. لو انت عايز تجيب نقطة تقاطع مستقيمين بنحل المعادلتين مع بعض جبريا، اما بالحذف اما بالتعويض. انا معايا معادلة اولى معايا معادلة تانية احلهم بالحذف. المعادلة الاولى عبارة عن كام؟ عبارة عن 2 س زائد ص بيساوي كام بقى هندسة؟ بيساوي 3. المعادلة التانية بعد اذن حضراتكم المعادلة التانية عبارة عن س زائد 4 ص بيساوي كام؟ بيساوي سالب 3. بيساوي كام؟ بيساوي سالب 3. انا لو جيت اجمع المعادلتين دول مفيش حاجة هتطير، بمعنى 2 س وس مجموعهم 3 س، ص و4 ص مجموعهم يديني كام؟ يديني 5 ص. 3 وسالب 3 يديني 0، بس ولا الس طارت ولا الص طارت. هنقول له بطرح المعادلتين، اقول له بالطرح. يعني ايه بالطرح؟ هقول له 2 س ناقص س، برضو مش هنوصل لحاجة. طب نفكر بطريقة تانية. دلوقتي يا حبايب قلبي ال 2 س دي عشان تطير هجمع عليها سالب 2 س. ال 2 س عشان اطيرها لازم اجمع عليها سالب 2 س. طب السالب 2 س مش موجودة، طب اعمل ايه يا باشمهندس؟ المعادلة التانية نضربها في سالب 2. المعادلة التانية اضربها في سالب 2. واحد يقول لي مش فاهم قصدك، كمل بس معايا. الاولى 2 س زائد ص بيساوي 3.
التانية اضربها في سالب 2، سالب 2 في س يبقى سالب 2 س، سالب 2 في 4 ص يبقى سالب 8 ص، سالب 2 في سالب 3 يبقى موجب سالب 2 في سالب 3 يبقى موجب 6. اجمع المعادلتين مع بعض كده يا هندسه. يلا يا باشا، 2 س وسالب 2 س يطيروا مع بعض، موجب ص وسالب 8 ص يبقى سالب 7 ص. صح كده ولا ايه؟ احنا بنحل صح ولا غلط؟ احنا بنحل صح ولا غلط يا جدعان؟ يا جدعان حد يرد عليا، احنا في ليله الامتحان. صح كده؟ صح كده. 3 و6 لو جمعناهم يدينا 9. الصلاة على النبي كده مسألة كده ايه تفتح النفس. في غلطة؟ طب نتأكد كده بس من حاجة. اجيب الايه الحاسبة بتاعتنا. هنقول له كده موت كيو ان. الآلة الحاسبة فين يا جدعان؟ الآلة الحاسبة التانية اهو. يعني احنا حلين صح، انا اتأكدت بالآلة الحاسبة كده احنا حلينا صح. الصاد كده يا شباب عبارة عن 9 على سالب 7. خلاص كده الصاد ب9 على سالب 7. هنعوض بقى في معادلة من دول، هنطلع السين هتبقى بكام يا باشمهندس؟ السين هتبقى ب15 على 7. دلوقتي يا حباب قلبي المستقيمين لما يتقاطعوا مع بعض هيتقاطعوا مع بعض في النقطة 15 على 7 و9 على سالب 7. دي النقطة يا حباب قلبي. وبدل المستقيم بيوازي محور السينات يبقى هندسة الميل بتاعه بصفر. الميل بيساوي صفر. طبعا يا حباب قلبي تعالى نجيب المعادلة الكارتيزية. نقول له ص ناقص الإحداث الصادي، ص ناقص 9 على سالب 7 على س ناقص الإحداث السيني 15 على 7 بيساوي الميل اللي هو صفر. طب ليه الميل بصفر؟ لأن المستقيم بيوازي محور السينات. أعمل إيه بقى هندسة؟ أعمل أحلى مقص في الدنيا. الصفر مقام واحد، صفر في أي حاجة تطير. بعد كده واحد في ص ناقص 9 على سالب 7 يفضل ص ناقص 9 على سالب 7 بيساوي صفر. الواحد محايد ضرب مش بيأثر في عملية الضرب. طبعا هنا سالب وهنا سالب نضرب في بعض يتحول لموجب. وادي ده بعكس الإشارة يبقى الصاد بيساوي 9 على 7. يبقى دي كده معادلة المستقيم. مسألة جامدة جدا 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 جدا. أنا كنت بحل صح بس الأرقام غريبة. ودايما كده وانت بتحل مسائل الرياضة لو انت بتحل مسألة غلط وانت بتحل كتير بنسبة كبيرة بتحس ان انت بتحل غلط. لان المسألة دي وانا بحلها لقيت الارقام غريبة. قلت بقى اتأكد ان الحل بتاعي صح. اتأكدت بالآلة حاسبة وبالفعل اتأكدت ان الحل بتاعي صح. فانا كده ما عنديش مشكلة. المسألة بتاعتنا اللي جاية معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة 4 و7 ويوازي محور السينات. دي مسألة جميلة جدا. المستقيم يمر بالنقطة 4 و7. لو انا جيت قلت لك بيوازي محور السينات ولو جيت قلت لك بيوازي الصادات. بص يا معلم، لو هو بيوازي السينات يبقى تقول لي الصاد بتساوي. لو انا قلت لك بيوازي الصادات يبقى س بيساوي صاد بتساوي. الصاد هنا بكام؟ الصاد هنا ب7. طب س بيساوي الس هنا بكام؟ الس هنا ب4. انا قلت لك دلوقتي المستقيم بيوازي السينات يبقى انا هختار المعادله دي فاقول له صاد بيساوي 7. طبعا يا هندسه صاد بيساوي 7 الاختيار رقم د. المساله بتاعتنا اللي جايه خلاص بقى انت فهمت الفكره. اوجد المعادله بتاعت المستقيم اللي بيمر بالنقطه. يبقى نقول له كده المستقيم المطلوب. المستقيم اللي انا عايز اجيب معادلته اول حاجه بيمر بالنقطه نقول له كده على جنب النقطه بتاعتنا 5 و2. طب تعالى نجيب الميل. طب المستقيم المطلوب بيوازي المستقيم ده. المستقيم ده عايز اجيب ميله. انا معايا معادله متجهه عشان اجيب الميل من المعادله المتجهه عينك على المتجه. وعشان اجيب ميل متجه صاد على السين. الصاد ب2 السين ب4 ف2 على 4 فالاجابه بتاعتي بنص. ميل ده بنص وده بيوازي ده. هنا نص يبقى الميل برضو بنص. انا دلوقتي معايا نقطه ومعايا ميل هقول له صاد ناقص الاحداث الصادي على س ناقص الاحداث السيني بيساوي الميل. عوض اشتغل اعمل مقص. يبقى انا كده جبت المعادله. بس كده بس كده يا صديقي. المساله بتاعتنا اللي جايه المستقيم الذي معادلته صاد بيساوي 5 على 4 س زائد 1 يكون متجه اتجاهه. عشان اجيب متجه الاتجاه لازم يكون معايا الميل. انا معايا معادله الصاد لوحدها في طرف بدل الصاد لوحدها في طرف. عايز تجيب الميل معامل س على معامل صاد. بدل الصاد لوحدها في طرف معامل السين على معامل الصاد. السين معاملها 5 على 4
على معامل الصاد اللي هو 1. 5 على 4 على الواحد يبقى 5 على 4. فالميل بتاعي 5 على 4. كلام جميل، كلام محترم. طبعا انا جبت الميل 5 على 4، فمتجه الاتجاه بيبقى عبارة عن الصاد على السين. الصاد ب5، سين ب4، يبقى متجه الاتجاه عبارة عن 4 و5. المسألة بتاعتنا اللي جاية ندخل بقى على درس جديد، درس بعنوان قياس الزاوية بين مستقيمين. دلوقتي يا حبايب قلبي معايا مستقيم أول ومعايا مستقيم تاني. طبعا الأول والتاني معايا المعادلات بتاعتهم. بقول لك إن الزاوية اللي بينهم 45 درجة، عايزين نطلع كاف. قبل ما نجيب الكاف أو قبل ما نحل المسألة دي، تعال ناخد مسألة بسيطة. بقول لك في المسألة اللي هنا دي عايز قياس الزاوية الحادة بين المستقيمين. ده المستقيم الأول، دي معادلة الأول وده معادلة التاني. تعال نفكرك. بص يا صديقي، لو أنا معاه مستقيم أول ومعاه مستقيم تاني وعايز أجيب الزاوية الحادة اللي بينهم، الأول لازم يكون معايا ميله والتاني لازم يكون معايا ميله. فأنا عشان أجيب الزاوية الحادة اللي بينهم، القانون اللي بيجمع ما بين ميل الأول وميل التاني. الزاوية الحادة عبارة عن قيمة مطلقة لميل الأول ناقص ميل التاني على 1 زائد ميل الأول في ميل التاني. عشان أجيب الزاوية الحادة يبقى قيمة مطلقة لميل الأول ناقص التاني على 1 زائد ميل الأول في ميل التاني. فعشان أجيب الزاوية لازم يكون معايا ميل الأولاني والتاني. بعد إذنك يا قلبي، هنا السين والصاد في طرفين مختلفين، الصاد لوحدها في طرف، فأنا عشان أجيب ميل الأولاني هيبقى معامل س على معامل صاد. خلي بالك عشان في تركاية، معامل السين ب1 معامل الصاد ب3. طب ميل التاني السين والصاد في نفس الطرف، بدل السين والصاد في نفس الطرف يبقى الميل سالب معامل س على معامل صاد. يلا يا هندسة، السين معاملها 1 يبقى -1، معامل الصاد ب2 يبقى -1 على 2. يلا يا هندسة بقى كده نقول له ظاهر طبق القانون. قيمة مطلقة ميل الأول 1 على 3 ناقص ميل التاني -1 على 2 على 1 زائد ميل الأول في ميل التاني 1 على 3 ميل التاني -1 على النص. نستعمل الآلة الحاسبة الجميلة اللطيفة الأمورة بتاعتنا، نقول له قيمة مطلقة يا بيه يا عم الحاج شيفت اتش واي بي. نقول له شرط الكسر 1 شرطة 3، بعد كده ناقص يبقى زائد 1 على 2، انزل تحت 1 زائد افتح قوس -1 على 6. انا ضربت في دماغي يا معلم. ماشي يا معلم ولا مش ماشي يا معلم؟ قول ماشي. ماشي. وعلى فكرة ماشي لو ما دوستش لايك دلوقتي هزعل منك، والله هزعل منك. انا على فكرة بقالي فترة كبيرة قوي بتعب وبشتغل وبجتهد عشان اوصل ل500,000، ونفسي اخلص الترم ده يكون معايا 500,000 على الاقل. يا عم لو انت بتتفرج عليا ومش فاهم مني فرحني عادي، مش شرط تكون فهمت مني، بس انا بساعد زمايلك. انت ما فهمتش مني عادي، بس انا عايز افرح والله بجد، عايز افرح الترم ده وعايز اوصل ل500,000. هوصل 500,000 بدعمك انت. هوصل 500,000 بدعمك انت. المهم طلعت الرقم ده على آلة حاسبة والناتج طلع ب1. عشان اجيب الزاوية الحادة بقى هنقول له شيفت تان 1. هنقول له شيفت تان 1. الإجابة بتاعتي تبقى كام يا هندسة؟ 45. هنقدر نقول له قياس الزاوية هي يا حبايب قلبي عبارة عن 45 درجة. وبس كده أنا حليت المسألة الجميلة المحترمة الأمورة دي. السؤال بتاعنا اللي جاي بقول لك قياس الزاوية بين المستقيمين 3 س ب5 وصاد ناقص 4 ب0. أولا يا معلم احنا قلنا لما يكون معاك معادلة فيها س من غير صاد ومعاك معادلة فيها صاد من غير س، واطلب منك الزاوية ما بين المستقيمين من غير ما تفكر، من غير ما تتعب نفسك، من غير ما تشغل دماغك، الزاوية بينهم بتكون 90 يا معلم. بتكون ايه؟ 90. طب ليه؟ تعال اقول لك. انا دلوقتي بقول لك المعادلة الاولى 3 س ب5. بعد اذنك خلي لي الس لوحدها في طرف، يبقى اقسم على 3 اقسم على 3. يبقى صديق السين هنا 5 على 3. اعمل ايه بقى؟ اعمل دلوقتي المحاور بتاعتي، وادي رسمة المستقيم س بيساوي 5 على 3. 5 على 3 عند السينات هنا. اعمل مستقيم هنا عمودي على السينات عند ال5 على 3. ده المستقيم الاول. كمل يا بطل للنهايه. بعد كده بقول لك صاد ناقص 4 ب0. صاد ناقص 4 ب0 وادي ال4 بعكس الاشاره يبقى صاد ب4. يعني ايه صاد ب4؟ ال4 الصاد هنا. معنى ان انت ترسم مستقيم صاد ب4 تعمل مستقيم عمودي على محور الصادات عند ال4. ادي المستقيم. ايه ده؟ ده وده افقي وده راسي، يبقى الزاويه بينهم قد ايه؟ برافو عليك، الزاويه بينهم 90.
فالمستقيمان دول متعامدان. لما يكون معاك معادلة فيها س من غير ص ومعادلة تانية ص من غير س واطلب الزاوية اللي بينهم، يبقى الزاوية 90 درجة. ماشي، المسألة بتاعتنا اللي جاية الأمورة. بص المسألة دي أختي اللي احنا لسه سايبينها من شوية، تعال نحلها بقى يا صديقي. دلوقتي بقول لك إذا كانت الزاوية بين المستقيمين عبارة عن 45 درجة، عايزين نطلع الكاف علما بأن كاف قيمة موجبة. أولا يا معلم، ده معادلة الأول، بدل بتشتغل على الزاوية بين مستقيمين لازم يكون معايا ميل الأول وميل التاني. ميل الأول سالب معامل السين على معامل الصاد، لأن الاتنين في نفس الطرف، السين معاملها واحد يبقى سالب واحد على معامل الصاد سالب اتنين يبقى واحد على الاتنين. تعال نجيب ميل التاني، سالب معامل س سالب معامل السين يبقى سالب واحد على معامل الصاد كاف. معايا ميل الأول معايا ميل التاني، تعال نطبق القانون يا معلم. القانون بيقول ايه؟ ظاهر قيمة مطلقة ميل الأول ناقص ميل التاني على واحد زائد ميل الأول في ميل التاني. بعد إذنك يا قلبي المسألة بتاعتنا اللي جاية، الزاوية بتاعتي 45 يبقى ظا 45 بيساوي قيمة مطلقة ميل الأول ناقص ميل التاني. ميل الأول بكام هندسة؟ نص. ميل التاني عبارة عن سالب واحد على كاف على واحد زائد ميل الأول نص في ميل التاني سالب واحد على الكاف. بعد كده يا باشمهندس صحصح ليا، خليك فايق خليك رايق خليك مركز معايا في الكلام اللي انا هكتبه. بص يا باشمهندس كده، ذا 45 بواحد، وخلي بالك من المساله دي عشان دي مطرشمه باذن الله موجوده معاك في قلب الامتحان. يا قلبي لما تجيلك في قلب الامتحان اوعى تزغرط اوعى تزغرط، هتفضحنا، يقولوا عليا ان انا بسرب امتحانات ويسجنوني ويقولوا انت بتسرب وبتشوف الامتحان بالليل وبتفتح الكنترول، ويدخلوني بقى في حكايات وروايات، وينزلوا الصوره بتاعتي على صفحه وزاره الداخليه، يقول لك ده اللي يقولوا لك ده اللي بيسرب الامتحان، وهيصوروني كده بقى وانا ايه، وانا ورايا علامه وزاره الداخليه طبعا، وهيبقى هتدمرني. بعد اذنك يا قلبي اوعى تبين فرحتك ان المساله دي احنا حليناها في قلب الامتحان، حليناها دلوقتي وهتيجي في قلب الامتحان. انا مش ساحر، انا مجتهد. انا مجتهد. ماشي يلا بقى. واحد ناقص سالب واحد على كاف. طبعا يا حبايب قلبي تعالى نشتغل على واحد ناقص واحد على كاف دي. واحد ناقص سالب واحد على كاف، طبعا سالب وراه سالب يتحول لموجب. عايز اقول لك حاجه، ونص زائد واحد على كاف. عشان اجمع واطرح لازم يا صديقي مقامات تكون متوحده. هنا المقام باتنين وهنا المقام بكاف مش متوحدين، نشتغل بطريقه المقص اللي هي مقام في مقام بسط في بسط، مقام في مقام. اتنين في كاف يبقى اتنين كاف. بعد كده بسط في مقام، واحد في كاف بكاف، واحد في اتنين باتنين. مقام في مقام بسط في مقام، مقام في مقام بسط في مقام بسط في مقام. فكده يا حبيب قلبي احنا لما اشتغلنا على البسط بتاعي طلع بكاف زائد 2 على 2 كاف. ده كده قيمة البسط. انزل على المقام بقى، واحد زائد، بعد كده يا باشمهندس اضرب واحد في سالب واحد يديك سالب واحد، اضرب 2 في كاف يبقى يديك 2 كاف. عايز اقول لك المقام هنا 2 كاف، يبقى نشيل الواحد ده ونحط 2 كاف على 2 كاف. دايما الواحد بيتغير على حسب المقام، هنا 2 كاف يبقى شيل ده حط 2 كاف على 2 كاف. بعد كده زائد سالب واحد على 2 كاف، مقامات متوحدة، هنا 2 كاف هنا 2 كاف، حط 2 كاف. بعد اذنك يا قلبي البسط 2 كاف ينزل، البسط اللي هنا سالب واحد ينزل، يبقى ناتج المقام 2 كاف ناقص واحد على 2 كاف. مقام البسط مع مقام المقام يطيروا مع بعض. بعد كده بقى يا صديقي نطير ده كله كده 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 على السريع يا معلم، على السريع. هيبقى فاضل معايا بقى ايه؟ هنقول له قيمة مطلقة كاف زائد 2، ده بسط البسط على بسط المقام 2 كاف ناقص واحد. طبعا يا صديقي بيساوي ايه بقى؟ بيساوي واحد. طبعا معاك قيمة مطلقة بتساوي عدد، يبقى اللي داخل القيمة المطلقة موجب او سالب العدد. يعني كاف زائد 2 على 2 كاف ناقص واحد مرة بواحد، وكاف زائد 2 على 2 كاف ناقص واحد مرة بسالب واحد. قيمة مطلقة بتساوي عدد، يبقى ما بداخل القيمة المطلقة موجب أو سالب العدد. طبعا يا حبيب قلبي العدد ده واحد مقام واحد، اعمل مقص، يبقى كاف زائد 2 في واحد بكاف زائد 2. 2 كاف ناقص واحد في واحد يبقى 2 كاف ناقص واحد. نعمل ايه؟ رجع الكاف رجع العدد، فكاف ناقص 2 كاف يا صديقي بسالب واحد، الاتنين تروحوا بعكس الإشارة سالب 2. دول سالب كاف، دول سالب 3، ده مع ده قشطه، الكاف ب3. كمل بقى يلا.
هنا يا حبايب قلبي سالب واحد مقام واحد، احلى مقص في الدنيا. واحد في كاف زائد اتنين يبقى كاف زائد اتنين. سالب واحد في اتنين كاف بسالب اتنين كاف. سالب واحد في سالب واحد بموجب كاف. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، معلش انا طول اليوم بصور وتعبان، فعادي عادي استحملني. استحملني بقى يا عم، استحملني اخر حصه. سالب واحد في سالب واحد يبقى موجب واحد، هنودي ده ونرجع ده، فيبقى كاف السالب اتنين ترجع موجب اتنين، الواحد زي ما هو، اتنين تروح سالب اتنين. طبعا كاف واتنين كاف يبقى تلاتة كاف يا معلم بيساوي سالب واحد على التلاتة على التلاتة. يبقى الصلاة على النبي الكاف كده بسالب تلت. قشطة، كلام جميل، أمور حلو حلو، أمور لذيذ ممتع يا معلم. كده طلعت الكاف بتلاتة والكاف بسالب تلت. هو قال لي إن الكاف أكبر من الصفر، يعني الكاف قيمة موجبة. فين الرقم الموجب اللي هنا؟ الموجب عبارة عن تلاتة، يبقى الكاف قيمتها بتلاتة، إنما ده مرفوض، ده معلم مرفوض مرفوض مرفوض. الحمد لله خلصنا المسألة دي. تعالوا ندخل في المسألة اللي عليها الدور. المسألة اللي عليها الدور بقول لك قياس الزاوية الحادة بين المستقيمين اللذين ميلهما 3 على 4 وسالب 1 على 2. معاه ميل الأول ومعاه ميل التاني، خلاص تعويض مباشر. هنقول له كده ميل الأول يا معلم ب 3 على 4، ميل التاني يا صديقي بسالب 1 على 2. نقول له ظاهر قيمة مطلقة ميل الأول ناقص ميل التاني على 1 زائد ميل الأول في ميل التاني. يلا يا صديقي، ميل الأول 3 على 4 ناقص ميل التاني سالب 1 على 2 على 1 زائد 3 على 4 في سالب 1 على 2. كلام جميل أمور يا صديقي. طلع الناتج بتاعنا بالآلة حاسبة، وبعد كده نعمل شيفت تاني الرقم ده، اوبا، يبقى أنا كده حليت المسألة. المسألة بتاعتنا اللي جاية طبعا يا صديقي، أوجد قياس الزاوية الحادة بين المستقيمين لازم يكون معايا ميل الأول وميل التاني. أولا يا صديقي ده الأول، تعال نجيب ميل، انطق ياض، انطق بقى ياض، خلاص كده احنا دمرنا الدنيا كده، لا تقلق يا صديقي. ميل الاول سالب معامل السين على معامل الصاد، هنا واحد عكس الاشاره سالب واحد، هنا سالب اتنين، يبقى الاجابه بتاعتي نص. ميل التاني يا صديقي سالب معامل السين على معامل الصاد، هنا اتنين يبقى سالب اتنين، هنا اربعه تنزل اربعه. صح ولا مش صح؟ باخد السين معامل السين بعكس الاشاره، انما الصاد بنفس الاشاره. سالب 2 على 4 بسالب نص. نعمل ايه؟ معاك ميل اول معاك ميل تاني، طبق القانون. نقول له ظاهر عباره عن قيمه مطلقه، يلا ياض. ميل الاول نص ناقص ميل التاني سالب نص على 1 زائد ميل الاول في ميل التاني. بص يا معلم بقى، طلع الكلام ده بالآلة حاسبة، والناتج اللي يطلع اعمل له شيفت تاني عشان الناس اللي بتتوه. نطلع الآلة حاسبة الجميله الاموره بتاعتنا كده يا معلم. يلا يا معلم كده، يلا يا معلم نعمل له كده الآلة حاسبة. خلاص بقى يا باشا، يلا يا باشا كده. نقول له بقى قيمة مطلقة، شيفت على الزرار ده، بعد كده شرط الكسر. هنقول له 1 بلس 1 على 2، بلاش فزلكه يا عم الحاج انت، سالب وراه سالب يتحول لموجب. بعد كده شرط الكسر، 1 انزل 2، قشطه يا معلم، انزل 1 زائد يا معلم اضرب نص في سالب نص. خلاص بقى يا عم بقى بسالب ربع، ولا هشتغل واحده واحده. 1 على 2، بعد كده ايه اللي كتب الزيرو ده؟ نقول له 1 على 2. يا نهار ابيض، اقفل القوس بقى يا معلم، اقفل القوس، افتح قوس، سالب 1 شرط الكسر 2. الله عليا الله عليا، لا تشكروني. يديني يا معلم بلس ايكوال 1.33%. هنقول له 1 علامة 3. بعد كده بقى يا معلم نعمل ايه؟ ده الناتج اللي طلع صح؟ هقول له بقى شيفت تان الرقم اللي طلع، اقفل القوس. الناتج هيطلع ب 53 ديجري، 53 درجة. اضغط كومات طبعا. يا نهار ابيض، كان طلع 53 درجه وحبه فك اهو، 53 درجه، شايف ده كده يا عم؟ امسح بقى، امسح ده كده، امسح ده كده، احنا عايزين نرجع هنا. بص كده، نقول له شيفت تان 4 على 3 عشان ما تتوهش، شيفت تان 4 على 3 عشان الرقم طار مننا. اضغط يساوي كومات 53 درجه 7 دقايق 48 ثانية. كلام أمور، كلام جميل. المسألة بتاعتنا اللي جايه عشان ممكن نحتاج الآلة حاسبة. بص يا معلم، المستقيم الأول ده أقدر أجيب ميله، ليه بقى؟ هو عايز الزاوية، فلازم يكون معاه ميل الأول وميل التاني. المعادلة بتاعت المستقيم الأولاني فيها السين والصاد في نفس الطرف، فأنا عشان أجيب الميل باخد معامل السين بعكس الإشارة على معامل الصاد.
يبقى ميل الاولاني هنا 1 يبقى -1، هنا 2 يبقى 2. بعد كده ميل التاني معاه معادله متجهه، يبقى عينك على المتجه، وعشان اجيب الميل من المتجه الصاد على السين، الصاد ب2 السين ب1. هنسال سؤال هنا 2 وهنا -نص. طبعا الناس اللي مش مركزه هتستعمل القانون وتقول لك ظاهر بيساوي قيمه مطلقه من الاول ناقص الثاني على، لما الناس العبقريه يقول لك هندسه ده هنا -نص هنا 2، شقلب وعكس اشاره. انت قياض برافو عليك، لما يشقلب ويعكس الاشاره يبقى هما متعامدان، وبدل متعامدان يبقى الناتج بتاعي زاويه 90. مين اللي قال لك؟ حبيبي انا لو ضربت الميل ده في الميل ده يديني -1، وبدل حاصل ضرب الميلين ب1 يبقى الاول عمودي على الثاني، وبدل المستقيمان متعامدان يبقى الزاويه اللي بينهم كام؟ 90 درجه. الزاويه اللي بينهم 90 درجه. المسألة بتاعتنا اللي جاية، المستقيم اللي قدامنا ده يصنع زاوية مع الاتجاه الموجب لمحور السينات قد ايه؟ بص يا معلم، عشان نجيب الزاوية مع الاتجاه الموجب لمحور السينات احفظ القانون ده، الزاوية شيفت تاني الميل، لازم نجيب الميل اولا. هنقول له الميل عبارة عن ايه؟ المتجه ده المستقيم ده المعادلة بتاعته صورة متجهة، عشان تجيب الميل عينك على المتجه، وعشان تجيب الميل من المتجه الصاد على السين، جذر 3 على 1 بجذر 3. الميل عبارة عن زاوية، الميل بظا جذر وطبعا يا حباب قلبي كالمعتاد احنا كنا بنصور المسألة دي والكاميرا فصلت، فدلوقتي عشان اجيب الزاوية لازم اجيب الميل. فانا جبت الميل طلع بجذر 3. طبعا عشان اجيب الميل عين على المتجه هنا، عشان اجيب الميل بتاع المتجه دي معادلة متجهة، المتجه اللي هنا 1 وجذر 3. عشان اجيب الميل من المتجه يبقى الصاد على السين، فانا الصاد على السين يبقى جذر 3 على 1، الناتج طلع جذر 3. الميل عباره عن زاويه، زاويه بجذر 3. ايه الزاويه اللي الظا بتاعتها بجذر 3؟ فالزاويه دي 60. مش عارفها؟ اعمل بالاله حاسبه شيفت تان جذر 3، الناتج هيديك 60، ويبقى انا كده حليت المساله دي. ندخل بقى بعد كده حبيب قلبي على اخر درس معانا. اوجد طول العمود المرسوم من نقطة 3 و5 على الخط المستقيم 3 س زائد 4 ص ناقص 5. دلوقتي يا حبايب قلبي عشان نجيب طول العمود عندنا قانون. لو انا عندي نقطة مثلا عبارة عن س1 وص1، ومعاه مستقيم معادلته عبارة عن أ س زائد ب ص زائد ج بيساوي 0. عايز اجيب المسافة او العمود الساقط من النقطة على المستقيم، هنعوض بالنقطة دي في المعادلة، بمعنى هنقول له كده طول العمود عبارة عن قيمة مطلقة، عوض بالنقطة في المعادلة، هيبقى أ س1 زائد ب ص1 زائد ج على جذر تربيعي لمربع معامل السين يبقى أ تربيع زائد مربع معامل الصاد يبقى ب تربيع. كلام جميل، كلام محترم. واحد يقول لي مش فاهم قصدك. دلوقتي يا حبيب قلبي هقول له العمود عبارة عن ايه؟ النقطة اللي معايا 3 و5، كل اللي انا اعمله جذر تربيعي، معامل السين ب3 يبقى 3 تربيع، معامل الصاد ب4 يبقى 4 تربيع. بعد كده النقطة بتاعتي 3 و5، عوض بالنقطة في المعادلة 3 س زائد 4 ص ناقص 5. دلوقتي يا معلم هنا السين ب3 الصاد ب5، ادي 3 ادي 5، كده 9، كده 20 صح؟ 9 زائد 20 يبقى 29، 29 ناقص 5 يبقى الإجابة بتاعتي بكام؟ 24 صح؟ 24. طب 24 على جذر تربيعي على جذر تربيعي ل3 تربيع زائد 4 تربيع، يطلع ده كده بالآلة حاسبة 5، هنطلع 24 على 5 يبقى أنا كده جبت طول العمود. ناخد مسألة كمان نظبط بيها الكلام. دلوقتي يا حبايب قلبي قبل ما ندخل على المسألة دي تعال نحل المسألة بتاعتنا اللي جاية. أوجد طول العمود المرسوم من نقطة الأصل. طبعا عارفين إن نقطة الأصل عبارة عن 0 و0. طب بعد كده يا حبايب قلبي المستقيم اللي معايا المعادلة بتاعته معادلة متجهة، لأ لازم المعادلة بتاعت الخط المستقيم تكون الصورة الكارتيزية اللي هي اسمها الإحداثية، فهي مش موجودة معايا، انت اللي هتجيبها. عشان تجيب الصورة الكارتيزية لازم يكون معاك نقطة، وبالفعل النقطة بتاعتي 5 و0، ولازم يكون معاك الميل. لما يكون معايا المتجه اقدر اجيب الميل، صاد على السين يبقى 3 على 4. طبعا يا حبايب قلبي هنجيب المعادلة، يبقى صاد ناقص الإحداث الصادي 0 على س ناقص الإحداث السيني 5 بيساوي الميل اللي هو 3 على 4. طبعا صاد ناقص 0 الإجابة بتاعتي بصاد.
صاد في 4 يبقى 4 صاد. 3 في س يبقى 3 س. 3 في سالب 5 يبقى بسالب 15. دخل ده بعكس الإشارة ودخل ده بعكس الإشارة. يبقى ال4 صاد زائد 3 س، 4 صاد زائد 3 س زائد 15. كل اللي أنا عملته جبت المعادلة الكارتيزية. طب بعد كده بقى أعمل إيه؟ هنعوض عشان نجيب العمود. العمود بتاعي يبقى عبارة عن إيه؟ قيمة مطلقة. نكتب المعادلة بتاعت الخط المستقيم 4 صاد زائد 3 س زائد 15. طب بعد كده هندسة على جذر تربيع مربع معامل السين يبقى 4 تربيع، معامل الصاد 4 تربيع، معامل السين يبقى 3 تربيع. النقطة بتاعتي صفر وصفر، يبقى أنا هعوض عن السين بصفر والصاد بصفر. هنا الصاد بصفر، هنا السين بصفر، كده صفر وكده صفر، اجمعهم يطيروا. فاضل معانا 15 على 4 تربيع زائد 3 تربيع. برافو عليك، الناتج ب9. الناتج ب25. جذرها كام؟ 5. 25 على 5، الناتج بتاعي يا معلم ب3. يبقى طول العمود ب3. بعد كده حبيب قلبي المسألة بتاعتنا اللي جاية. إذا كان المستقيم 2 س زائد 4 ص بيساوي 5. طبعا المعادلة دي محتاجة تتظبط، ندخل ال5 بعكس الإشارة، فالمعادلة 2 س زائد 4 ص ناقص 5. دي المعادلة. بعد كده معايا نقطة عبارة عن 4 و2، عايزين نجيب مساحة دايرة. واحد يقول لي مش فاهم قصدك. بص يا صديقي، ادي دايرة، الدايرة مركزها عبارة عن 4 و2. ادي مركز الدايرة، وده مستقيم بيمس الدايرة. انا عايز اجيب مساحة الدايرة. مساحة الدايرة يا حبايب قلبي عبارة عن باي نق تربيع. فانا عشان اجيب مساحة الدايرة لازم يكون معايا نص القطر. طب هو فين نص القطر؟ ادي نص القطر. لو جيت تركز اكتر كده هتلاقي ان نص القطر يعتبر العمود الساقط من نقطة على مستقيم. واحد يقول مش فاهم قصدك. ده يعتبر نق اللي هو نص قطر الدايرة، ويعتبر طول العمود الساقط من نقطة على مستقيم. ايوه فهمت قصدك. فانا لو جبت طول العمود يبقى انا جبت نص القطر، فبالتالي اقدر اجيب محيط الدايرة او مساحة الدايرة. طب المعادلة بتاعت المستقيم 2 س زائد 4 ص ناقص 5. يلا يا عم تعالى نجيب اللام اللي هي النق. هنقول له لام بتساوي نق بيساوي القيمة المطلقة لمعادلة المستقيم 2 س زائد 4 ص ناقص 5 على جذر تربيعي مربع معامل السين 2 تربيع زائد مربع معامل الصاد يبقى 4 تربيع. النقطة بتاعتي يا باشمهندس 4 و2، السين ب4 الصاد ب2. التاني كده السين ب4 الصاد ب2. طبعا يا حبايب قلبي 2 في 4 ب8، 2 في 4 ب8، 8 و8 16. 16 ناقص 5 11، يبقى القيمة المطلقة ل 11 11. على ده هنطلعه بالآلة حاسبة 2 تربيع بكام؟ ب4. 4 تربيع ب 16 هيديك 20. جذر ال20 يبقى 2 جذر 5. هنطلع الكلام ده كله بالآلة حاسبة ويبقى انا كده جبت طول الايه؟ العمود. هنستعمل الآلة حاسبة بتاعتنا، نقول له كده 11 على 2 جذر 5. الناتج يا هندسة هيطلع بيساوي كام؟ نسيب الرقم ده زي ما هو عايز بقى مني ايه؟ عايز مني مساحة الدايرة. هقول له المساحة عبارة عن باي نق تربيع. الباي زي ما هي. النق بكام يا هندسة؟ 11 على 2 جذر 5 الكل تربيع. طبعا الرقم ده تربيع هضربه في باي. الإجابة بتاعتنا هتبقى 121 على 20 باي. ده كده عبارة عن مساحة الدايرة. مساحة الدايرة. كلام جميل، كلام محترم، كلام كل حاجة فيه كويسة جدا يا حبايب قلبي. المسألة بتاعتنا اللي جاية. طبعا يا شباب احنا قلنا هنا 2 في 4 ب8، 2 في 4 ب8. انا حاسس فيه غلطة، مش عارف الغلطة فين بس انا حاسس. بس احنا كده بنراجع مش لاقيين حاجة. يبقى الحل بتاعنا كده حبايب قلبي صحيح 100%. المسألة بتاعتنا اللي جاية عايزين نجيب طول العمود المرسوم من النقطة لمحور السينات. عايز تجيب بعد نقطة عن محور السينات، يعني طول العمود المرسوم من نقطة لمحور السينات يبقى القيمة المطلقة للصاد. الصاد هنا بسالب 5 يبقى القيمة المطلقة للسالب 5 يبقى 5. المسألة بتاعتنا عايزين نجيب طول العمود المرسوم من نقطة لمحور السينات، القيمة المطلقة للصاد. عايز تجيب طول العمود المرسوم من نقطة لمحور السينات يبقى القيمة المطلقة للصاد، والعكس صحيح. يبقى القيمة المطلقة للصاد القيمة المطلقة ل5 5. المسألة بتاعتنا اللي جاية. المسألة دي زي المسألة اللي احنا كنا قلنا هنسيبها، هنحل المسألة دي وهنرجع للتانية برضو. دلوقتي يا حبيب قلبي انا معايا مستقيمين، عايز اثبت ان المستقيم الاول والمستقيم الثاني
متوازيان. ازاي نقدر نثبت ان هما متوازيان؟ وبعد ما تثبت ان هما متوازيان جيب البعد ما بينهم. اولا المسألة دي مهمة جدا. اول حاجة يا صديقي معايا معادلة الاول، تعال نجيب ميله. السين والصاد في نفس الطرف، فانا عشان اجيب الميل سالب معامل السين على معامل الصاد. السين معاملها 3 يبقى سالب 3، معامل الصاد يبقى سالب 4 على يبقى سالب 3 على سالب 4 يبقى 3 على 4. ميل التاني سالب معامل السين على معامل الصاد. معامل السين ب6 يبقى سالب 6 على معامل الصاد سالب 8 يديني 3 على 4. هقول له كده بما ان ميل الاول قد ميل التاني يبقى الاول بيوازي التاني. كلام جميل، كلام محترم. انا كده قدرت اثبت ان هما متوازيان. من خلال المستقيمين المتوازيان عايزين نجيب البعد ما بينهم. اولا يا صديقي دي مسألة مهمة جدا 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 جدا. بص يا حبيبي، الفكرة كلها ان انت معاك مستقيمين، عشان تجيب البعد ما بينهم المستقيم الاول هجيب نقطة عليه، فالمستقيم الاول كده دوره خلص. بعد كده المستقيم التاني هستغل المعادلة بتاعته. المستقيم الاول عبارة عن 3 س ناقص 4 ص ناقص 12 بيساوي 0. طب بعد كده يا باشمهندس هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة بسيطة. المستقيم التاني المعادلة بتاعته 6 س ناقص 8 ص زائد 21. دي المستقيم التاني. اول حاجه يا حبايب قلبي انا عايز اجيب نقطه على المستقيم الاولاني. واحد يقول انا مش فاهم قصدك، هتعرف دلوقتي ليه. هقول له بوضع اي حاجه عشان تجيب نقطه على مستقيم عوض عن السين او عوض عن الصاد. انا هقول له وضع الصاد بصفر، هعوض عن الصاد بصفر. في المستقيم ده لو عوضت عن الصاد بصفر الصاد هتطير، هيفضل معايا 3 س ناقص 12 بصفر، وادي بعكس الاشاره يبقى 3 س ب4. 3 س ب 12 على 3 على 3 يبقى السين بكام؟ ب4. كده يا حبيب قلبي بقى معايا نقطة فيها السين ب4 الصاد فيها بصفر، بقى معايا نقطة 4 وصفر. لو أنا نزلت عمود من النقطة دي بقى يا باشمهندس على المستقيم ده، العمود اللي أنا نزلته ده يعتبر البعد بين المستقيمين المتوازيين. فأنا دلوقتي معايا نقطة ومعايا مستقيم. عشان أجيب العمود يبقى العمود عبارة عن إيه؟ عبارة عن قيمة مطلقة. بعد كده يا باشمهندس معادلة المستقيم 6 س ناقص 8 ص زائد 21 على جذر تربيعي لمربع معامل السين 6 زائد مربع معامل الصاد سالب 8. المقام هيبقى ب10. بعد كده النقطة اللي معايا السين ب4 الصاد بصفر، 6 في 4 ب24. ده كده طار، وهنا 21. بعد كده يا باشمهندس قيمة مطلقة 24 21 يبقى 24 21 يبقى مجموعهم كام؟ 45. 45 على 10 يبقى الإجابة بتاعتي 4.5 وحدة طول. مسألة جميلة جدا 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 يا حبيب قلبي. أول حاجة عملتها قدرت أثبت إن هما متوازيان عن طريق إن الميل بيساوي الميل. بعد كده معاه معادلة أول معاه معادلة تاني. المعادلة الأولى نجيب منها نقطة. إزاي أجيب نقطة؟ النقطة بتتكون من السين والصاد. هفترض إن الصاد بصفر، عوض وجيب السين. جبت السين ومعاك الصاد يبقى أنا معايا نقطة. هجيب العمود الساقط من النقطة على المستقيم التاني. معايا معادلة المستقيم التاني ومعايا النقطة. جبت العمود طلع العمود ب4.5. وبس كده حبيب قلبي، الحمد لله يكون حليت المسألة دي والمسألة دي خلصت. تعالى بقى نرجع للمسألة بتاعتنا اللي احنا كنا سيبناها. فين؟ هي المسألة دي. دلوقتي يا حبيب قلبي المستقيم ده تقدر تجيب ميله. ميل التاني عبارة عن سالب معامل السين على معامل الصاد. معامل السين هنا 2 يبقى سالب 2، معامل الصاد 1، سالب 2 على 1 بسالب 2. المستقيم ده معادلة متجهة، عشان اجيب الميل عينك على المتجه صاد على س. صاد بسالب 2 السين ب1 يبقى الإجابة سالب 2. هقول له بما أن الميل بيساوي الميل إذا الأول بيوازي التاني. كده أنا قدرت أثبت إن هما متوازيان. طب بعد كده المستقيم الأول أهو والمستقيم التاني أهو. المستقيم التاني المعادلة بتاعته 2 س زائد ص زائد 2 بيساوي 0. أما المستقيم الأولاني المعادلة بتاعته معادلة متجهة. لما يكون معاك معادلة متجهة بيكون معاك نقطة جاهزة. إنما في المسألة اللي فاتت كان معاه معادلة كارتيزية ما كانش فيه نقطة، فأنا اللي جبت النقطة من دماغي. إنما هنا هو مديني معادلة جاهزة، المعادلة دي من خلالها أقدر أجيب نقطة. طب النقطة اللي هنقدر نجيبها من المعادلة المتجهة عبارة عن 0 و4. فالمستقيم الأولاني جبت منه نقطة،
والمستقيم التاني هستغل المعادلة بتاعته بقى عشان اجيب العمود الساقط من نقطة على المستقيم. طبعا يا حبيب قلبي تعالى نجيب العمود ده. العمود ده هيبقى عبارة عن ايه؟ هنقول له لام عبارة عن قيمة مطلقة. اكتب المعادلة بتاعت المستقيم 2 س زائد ص زائد 2 على جذر تربيعي لمربع معامل السين زائد مربع معامل الصاد. المقام بتاعي يبقى بجذر 5. البسط بتاعي النقطة بتاعتي عبارة عن 0 و4، السين بصفر الصاد ب4. ده كده طار. 1 في 4 ب4، 4 زائد 2 يبقى 6. الناتج بتاعي 6 على جذر 5. هنطلع الكلام ده بالآلة حاسبة. نقول له 6 على جذر 5. طبعا يا حباب قلبي الناتج هيبقى عبارة عن 2.68 وحدة طول. وبس كده الحمد لله رب العالمين يكون خلصنا شرح خلصنا مراجعة تلك الامتحان. طبعا الامتحان كله بإذن الله مش هيخرج بره المراجعة دي. حاجة أخيرة حابب أنبه عليها يا صديقي، بما أن حضرتك وصلت معايا لحد هنا يبقى أكيد أنت استفدت. وبإذن الله كل الكلام اللي احنا قلناه، كل الكلام اللي انا قلته كل الكلام اللي انا قلت لك في المسائل ركز عليها، هي اللي هتلاقيها في قلب الامتحان. وطبعا ده هيبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده صديقي قلت لك اخوك الباري عنده حلم، عنده هدف، عايز يوصل ل 500 ألف مشترك. فبعد إذنك يا عم لو انت اتفرجت على الفيديو للنهاية وما استفدتش عادي دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. اوعدك لو انت ما استفدتش دلوقتي السنة الجاية هتستفيد، في الاجازة هتستفيد. هننزل محتوى جامد جدا في الاجازة ملوش علاقة بالرياضة، بس المحتوى ده جامد ومفيد جدا. في جميع الحالات عايزك تشترك، مش هسيبك الا لما تشترك. انزل يلا دوس بقى لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. انزل بقى يلا. انا اسف خلاص يا عم هسيبك براحتك، وانا كده قلت لك كل اللي انا عايز اقوله. وحاجة أخيرة حابب تعملها لي، لو أنت مش عايز تشترك في القناة أول ما تخرج من الامتحان ادعي لي دعوة حلوة. ربنا يكرمك، ربنا يوفقك، ربنا ينجحك في حياتك. وأي حد هيدعي لي أنا هدعي له. هقول كده في الدعاء بتاعي يا رب أي حد دعا عليا النهاردة يبقى الدعوات بتاعته بالمثل. شوف أنت هتدعي لي بإيه وأنا هرد لك الدعوات بتاعتك. قشطة يا معلم، قشطة يا معلم. كده دي اخر حصه معانا لطلاب اولى ثانوي، وباذن الله حبايب قلبي هنشوف بعض السنه الجايه على خير. وبالنسبه للطلاب حبايبي لو في حد كان زعل مني اللي اشتركوا معانا على المنصه وزعل مني بعت مساله ما عرفتش ارد عليه، التيم بتاعنا ما قدرش يحل المشكله بتاعته، حقك فوق راسي. وباذن الله السنه الجايه هيبقى في حاجه مختلفه. وبس كده خلصت كل اللي انا عايز اقوله. ومع الهندسه حضرات انسى صعوبة الرياضيات. اول ما تخرج من الامتحان تعالى طمني واكتب لي تعليق في التعليقات قول لي انت عملت ايه في الامتحان. حابب اطمن على كل اخواتي الصغيرين اول ما يخرجوا من الامتحان. باي باي اولى ثانوي، باي باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا الغاليين حبايب قلبي.